السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبطال الصف الأول إعدادي. معكم مستر محمد البخشة في قناة ماس ميرور. النهاردة إن شاء الله معادنا مع مراجعة ليلة الامتحان للفصل الدراسي الثاني، الليلة اللي ممكن تغير كل حاجة بالنسبة لك لو ركزت فيها. دي مش مجرد مراجعة، دي خطة إنقاذ لكل اللي حاسس إنه تايه في المادة ومش عارف يذاكر إيه ولا عارف يلم المنهج إزاي. عايزك تطمن ان شاء الله في الفيديو دوت هلم معاك كل اجزاء المنهج. خليك واثق من نفسك بس وركز معايا لنهاية الفيديو، وان شاء الله مش هيخرج الامتحان من بره الفيديو ده، وهتخرج من الامتحان وانت مقفل الورقة. جهز ادواتك وابعد عن اي مشتتات وانت بتشاهد الفيديو، ووقف الفيديو بعد كل سؤال وحله تاني لوحدك. مستني ايه؟ يلا بينا نبدأ. بنبتدي مع بعض بأسئلة المالتي تشويس بروبلم. نمبر 1 بيقول لي if the world's population is approximately 8 milliard what is the scientific notation for the world population. طيب أنا عندي هنا ال 8 مليار اللي هي عبارة عن 8 وقدامها 9 zeros. طيب فلو أنا حبيت أخليها لي scientific أو أكتبها على ال scientific notation، يبقى أنا عايز أحرك البوينت 9 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني هتبقى 8 multiply 10 power 9 اللي هي letter B. Number 2 which of the following equals 2x power negative 1. طب احنا عارفين ان لما يبقى عندي الباور بالنيجاتيف بقلب واعكس الباور، فهنسيب ال 2 زي ما هي، هتبقى 2 ملتبلاي والاكس باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 اوفر اكس. طب 2 ملتبلاي 1 اوفر اكس اللي هي 2 اوفر اكس، يعني هنختار letter D اللي هي 2 اوفر اكس. Number 3 which of the following equals cubic root ل negative 8 all power 2. طيب أول حاجة أنت هتحسب الباور اللي جوه، الباور 2 بيكنسل النيجاتيف، فدي هتبقى كيوبيك روت ل 8 باور 2، وال 8 باور 2 اللي هي 64. طيب كيوبيك روت ال 64 بكام؟ ب 4، يبقى نختار لتر دي. نروح بعد كده على نمبر 4 بيقول لك which of the following equals root 9x باور 2. طب انت عارف لما اجي اجيب الروت ده عبارة عن absolute value، عبارة عن absolute value لمين؟ للروت اللي جواه. يبقى انا لما اجي اجيب السكوير روت لازم اجيب الابسوليوت فاليو. هجيب الابسوليوت فاليو لمين؟ هجيب الابسوليوت فاليو ل 3 اكس. لمين؟ لل 3 اكس. طب الابسوليوت فاليو 3 بكام؟ عبارة عن 3، والابسوليوت فاليو الاكس هسيبها زي ما هي ابسوليوت فاليو الاكس، يعني هنختار لتر دي. تمام. طيب نروح بعد كده على نمبر 5 the multiplicative inverse of negative 3 all power 2. المالتيبليكيتيف انفرس للنيجاتيف 3 all power 2، سيب المالتيبليكيتيف انفرس على جنب وتعالى احسب لي دي اول. تمام. النيجاتيف 3 والباور 2، الباور 2 ده ايفن بيكنسل النيجاتيف، فدي هتبقى 3 باور 2 يعني ايكوال 9. طب المالتيبليكيتيف انفرس هيخلينا نقلبها، بدل ما هي 9 هتبقى 1 اوفر 9 اللي هي لتر سي. نروح بعد كده على نمبر 6 125 ايكوال كام؟ هل 5 باور 2 ولا 5 باور 3 ولا 25 باور 2 ولا 5 باور 4؟ طبعا عندي هنا هنيجي نحسب كل واحده هتطلع معايا 5 باور 3 هي اللي ايكوال 125، فهنختار لتر بي. بعد كده نمبر 7 بيقول لي 7 ملتبلاي 7 ملتبلاي اكس ملتبلاي اكس ملتبلاي 7. طب احنا هنعمل ايه؟ هنحسب ال7 الاول مع بعضها، 7 ملتبلاي 7 ملتبلاي 7 اللي هي 7، ونعمل اد للباور فتبقى 7 باور 3 ملتبلاي، هنثبت الاكس ونعمل ادنج للباور بتاعت الاكس 1 بلس 1 ب 2، فيبقى 3 باور 7 باور 3 ملتبلاي اكس باور 2 اللي هي لتر دي. نروح بعد كده على نمبر 8 بيقول لي هنا 7 اكس باور 0 بلس 2 اكس اول باور 0 بكام؟ طيب اول حاجه اي حاجه باور 0 ب 1، فاكس باور 0 ب 1، فدي هتبقى 7 ملتبلاي ال 1 بلس، وانا عندي البراكت ده كله باور 0 فيبقى قيمه البراكت ده كله ب 1. تعال احسبها يلا، 7 ملتبلاي 1 ب 7 بلس 1 يبقى ايكوال كام؟ يبقى ايكوال 8، يبقى نختار بي. نروح بعد كده على نمبر 9. نمبر 9 بيقول لك 1 باور 100 بلس نيجاتيف 1 باور 101. والله احنا عندنا قاعده بتقول ايه؟ ان ال1 باور اي نمبر، تمام، 1 باور اي نمبر ده ايكوال 1. اما نيجاتيف 1 باور نمبر، النمبر ده لو كان ايفن يبقى الناتج بتاعي هيكون بكام؟ يبقى الناتج بتاعي هيكون ب1. لو كان الباور ده اود
فهيكون الناتج بتاعي بنيجاتيف 1. فطيب تعالى معايا هنا 1 باور 100 خلاص عرفنا 1 باور اي نمبر يدينا 1 بلس نيجاتيف 1 باور 101. طب ال 101 دي عباره عن اود نمبر، واحنا قلنا النيجاتيف 1 لو كان الباور بتاعها اود فهيكون الناتج بنيجاتيف 1، يعني دي كلها قيمتها بكام؟ بنيجاتيف 1. يبقى 1 بلس نيجاتيف 1 ايكوال 0، يبقى نختار B. نمبر 10 بيقول لك 3 times the number 3 باور 5. 3 times يبقى 3 multiply 3 باور 5. طيب ال 3 الاولانيه دي باور 1 وال 3 الثانيه دي باور 5. في حاله الملتبلاي بنعمل اد للباور فيبقى 3 باور 1 بلس 5 يعني ايكوال 3 باور 6، يبقى نختار سي. نمبر 11 لما يقول لي هاف يعني ديفايد باي 2. طيب half of the number 2 باور 10 يعني 2 باور 10 divided by 2، وال 2 اللي تحت دي باور 1. في حالة الديفايد subtract باورز يعني هيبقى 2 باور 10 minus 1 اللي هي 2 باور 9، يبقى هنختار letter D. نروح بعد كده على نمبر 12 بيقول لي which of the following equals x باور 2 multiply x باور نيجاتيف 4. والله انا عندي هنا x باور 2 multiply x باور نيجاتيف 4. انا عندي هنا سين بيز، في حاله الملتبلاي بنثبت البيز ونعمل اد للباور فيبقى 2 بلس نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 2. طيب نيجاتيف 2 يعني ايه؟ يعني 1 اوفر x باور 2. 1 اوفر x باور 2 اللي هي هتبقى الاختيار B، دي هتبقى 1 اوفر x باور 2. نمبر 13 بيقول لي نيجاتيف 3 باور 2 بكام؟ طيب نيجاتيف 3 باور 2، النيجاتيف هنا الباور مش هيأثر عليها لأن النيجاتيف مش جوه البراكت، فده هيدينا نيجاتيف، وال 3 باور 2 بكام؟ ب 9، يعني هيدينا نيجاتيف 9 اللي هي لتر دي. تمام. اما لو كان النيجاتيف جوه البراكت، يعني دي لو كانت نيجاتيف 3 والباور 2 فالباور 2 هيكنسل النيجاتيف فكان هيبقى الناتج 9. نمبر 14 بيقول لي if m equal to n يبقى 4 باور m minus 2n بكام؟ طيب والله مش ال m equal to n حاجتين قد بعض، يبقى الديفرنس ما بينهم بزيرو، يعني دي هتبقى equal 4 باور 0 يعني equal كام؟ equal 1. نمبر 15 بيقول لي which of the following equals 4 باور a plus 4 باور a plus 4 باور a plus 4 باور a. طيب ال 4 باور a هنا repeated كام مرة؟ repeated 4 times، يعني هناخد ال 4 باور a multiply ال 4. طيب 4 باور a multiply ال 4، وال 4 ده هي عبارة عن عبارة عن 4 باور 1. في حالة الملتبلاي بنعمل اد للباور، يعني ده هيدينا 4 باور a plus 1، يبقى نختار letter C. نروح بعد كده على نمبر 16 which of the following numbers is in scientific notation. طيب تعالى كده نبص على انهي واحده فيهم هتبقى scientific. اول حاجه احنا عارفين ان الساينتفك نوتيشن لازم يكون عندي الباور بتاع ال n يكون بيلونج تو مين؟ بيلونج تو z، ولازم يبقى الهول نمبر الابسوليوت فاليو بتاعه لازم يكون الابسوليوت فاليو الهول نمبر ده greater than or equal 1 and less than 10. greater than or equal 1 and less than ايه 10. طيب هل الابسوليوت فاليو لل 10 ده greater than or equal 1 and less than 10 هل بيحقق الشرط ده؟ طبعا لا. طيب تعالى نجي نشوف ايه بي. لو انا جبت absolute value للايه للنيجاتيف 1.7 هيدينا كام؟ هيدينا 1.7. طب ال 1.7 ما بين ال 1 او greater than or equal 1 وال 10 and less than 10، يعني هي بتحقق الانيكواليتي دي؟ بتحقق الانيكواليتي دي، يبقى هي دي الاختيار ايه الصح. طبعا الثالثه مش هتنفع ولا الرابعه، ليه؟ لان لو جبت هنا absolute value لل 0.7 ده هيطلع بكام؟ هيطلع ب 0.7، وال 0.7 اصغر من ال 1. هنا نفس الكلام لو جبت absolute value للنيجاتيف 0.02 هيطلع الناتج بتاعي 0.02، وديت اصغر منين؟ اصغر من ال1، فما ينفعش، لازم تكون greater than or equal 1 and less than 10. بالنسبة ل 17 بيقول لي 3.4 multiply 10 باور 3 و 4.3 multiply 10 باور 2، عايز نقارن ما بينهم. طيب هما الاثنين scientific notation، هما الاثنين scientific notation، يبقى انا هقارن الايه الباور بتاع ال 10 هنا مع الباور بتاع ال 10 هنا. دي باور 10 ب 3، ال 10 باور 3، ودي 10 باور 2، يبقى هنختار مين اللي اكبر؟ اللي هي 10 باور 3 اللي هي letter A. تمام. طيب نروح بعد كده على نمبر 18. نمبر 18 بيقول لي which of the following equal 0.000016. عايز اخليها scientific، يبقى انا هعمل ايه؟ هحرك البوينت ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. ادي 1 كم مره؟ 1 2 3 4 5 لغايه ما يبقى البوينت على شمالها مين؟ رقم واحد بس يكون اكبر من الزيرو اللي هو مين؟ ال1. فيبقى عندي هنا 1.6 ملتبلاي 10 باور، انا اتحركت رايت يبقى الباور بالنيجاتيف. طب كم مره تاني راجع معايا؟ 1 2
3 4 5 يبقى باور نيجاتيف 5. يبقى الاختيار بتاعي 1.6 multiply 10 باور نيجاتيف 5 اللي هو letter C. Number 19 which of the following is additive inverse لل 5 باور نيجاتيف 2. طيب الاديتيف انفرس بنعكس الساين، فهتبقى نيجاتيف 5 باور نيجاتيف 2 اللي هي letter C. طب لو قال لي multiplicative inverse، لو قال لي multiplicative inverse، في الحالة دي هنعكس الساين بس للباور مش للبيز. يعني ايه 5 باور نيجاتيف 2 المالتيبليكيت انفرس بتاعها هيبقى 5 باور 2، بحيث لو انا جبت ال 5 باور 2 ملتبلاي ال 5 باور نيجاتيف 2 هيكون الناتج بتاعي بكام؟ ب 1، لان هيدينا 5 باور 0 ايكوال 1. طيب نمبر 20 بيقول لي if 35 multiply 10 power negative 5 equal y multiply 10 power negative 4 what is the value of y. طيب تعالى كده نبص مع بعض هو عمل ايه. كان عندي هنا ال 10 باور نيجاتيف 5 بقت باور نيجاتيف 4، يبقى انا عملت هنا ادنج 1. طب طالما عملت ادنج 1 يبقى انا هحرك البوينت خطوه ليفت، فهتبقى ايه؟ هتبقى 3.5 multiply 3.5 multiply 10 باور نيجاتيف 4. يبقى الواي هنا بكام؟ الواي هنا ب 3.5 اللي هي letter P. نمبر 21 بيقول لي if root x equal 4 then what is the value of x. طب هو روت كام يدينا 4؟ روت كام يدينا 4؟ روت 16. يبقى هنختار مين؟ هنختار A. لو انت جربت كده روت كام يدينا 4 هيبقى روت 16. طيب نمبر 22 بيقول لي روت اكس باور 12 يدينا كام؟ احنا اتفقنا لما اجي اجيب الروت لاي حاجه يبقى ده عباره عن ابسوليوت فاليو للحاجه دي وناخد الباور ديفايد باي كام؟ ديفايد باي 2. يبقى ده هيدينا روت الاكس باور 12 هيدينا ابسوليوت فاليو للاكس باور 12 ديفايد باي 2. طيب يعني هيدينا ابسوليوت فاليو لمين؟ للاكس باور كام؟ باور 6. طيب بما ان الباور هنا ايفن فكده ولا كده هيطلع لي الاجابه بوزيتيف. طالما الباور ايفن هيطلع الاجابه بوزيتيف، يعني هيدينا اكس باور 6 اللي هي letter A. نمبر 23 بيقول لي the sum of the two square roots of 25. طب انا عايز اجيب السم للتو سكوير روتس. طب مين هم اصلا التو سكوير روتس؟ اللي هم بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 25. تمام، يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 5. واحد يقول لي يا مستر يبقى الاجابه سي، اقول لك لا، هو عايزك تجيب السم ليهم، يعني هو عايزك تجيب ال 5 بلس النيجاتيف 5. طيب 5 بلس نيجاتيف 5 بكام؟ بزيرو، يبقى نختار مين؟ هنختار دي. تمام، عامة الصم للتو سكوير روتس لأي نمبر هيكون زيرو. تمام، لأن هيكون هما الاتنين additive inverse. بعد كده نمبر 24 بيقول لي كيوبيك روت اكس ايكوال 4. عايز اجيب الاكس بكام؟ والله انا عايز اجيب الاكس، يبقى عايز اشوف كيوبيك روت لمين يدينا 4. كيوبيك روت ال 64 هو اللي هيدينا 4، يبقى نختار مين؟ هنختار دي. او ممكن نجيب عكس الكيوبيك روت اللي هو باور 3، فتقول لي يبقى الاكس ايكوال 4 باور 3 برضه هيدينا 64. نمبر 25 بيقول لي في اكس باور 2 بلس 1 ايكوال 5. عايز اجيب الاكس، يبقى انا اول حاجه دي كده ايكويشن عايز احلها. اعمل ايه؟ نتخلص من اللي جنب الاكس. مين ابعد حاجه من الاكس؟ ال1 توديها هناك بالماينس، فيتبقى لك هنا اكس باور 2 ايكوال 5 ماينس 1 ب 4. ده خلي بالك لما تيجي تكنسل باور 2 يبقى بتكنسله بالبوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، فيبقى الاكس هنا ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت لمين؟ لل4، يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 اللي هي لتر سي. 26 بيقول لك a cube of volume 8 cubic centimeter. عايز اجيب الايدج لينس. طيب والله انا عندي هنا الفوليوم عباره عن الاس باور 3. طيب فلو انا عايز اجيب الاس يبقى الاس ايكوال كيوب روت الفوليوم. اجيب العكس، يعني عشان اكنسل الباور استخدم كيوب روت، يعني هيدينا كيوب روت ال 8 اللي هي ايكوال 2 سنتيمتر، يبقى لتر بي. نمبر 27 بيقول لي if a multiply 10 power negative 3 is in scientific notation which of the following could be value of a. طيب لازم يكون absolute value ال A، لازم يكون absolute value ال A ده greater than or equal 1 and less than 10. طيب فتعالى كده نبص مع بعض على أول اختيار. لو أنا جبت absolute value نيجاتيف 3 هيطلع بكام؟ هيطلع ب 3. طب هي ال 3 greater than or equal 1 and less than 10؟ يبقى هي أول واحدة الإجابة بتاعتنا. طيب نروح بعد كده على 28. بيقول لي if 745 multiply 10 power negative 9 equal k multiply 10 power negative 7 what is the value of k. طيب ايه اللي حصل هنا لل 10 power negative 9؟ اصبحت 10 power negative 7. يبقى انا عملت هنا ايه؟ يبقى انا قلت هنا زودت عليها كام؟ زودت عليها 2، عملت لها adding by 2. طيب طالما زودت هنا 2 يبقى انا حركت البوينت خطوتين ليفت، يبقى دي 1 2، يعني هيبقى الناتج بتاع الكي هيبقى 7.45، يبقى هنختار letter B.
Number 29 بيقول لي which of the following inequalities is equivalent to the inequality x over 2 greater than negative 3. طيب يعني هو عايز يجيب الاكس. طب عشان اجيب الاكس هتخلص من 2 اوديها هنا، هي بالديفايد تروح هنا بالملتبلاي، فهيبقى الاكس more than 2 by negative 3 بنيجاتيف 6. x more than negative 6 اللي هي letter D. Number 30 بيقول لي x minus 3 more than 1 which of the following could be the value of x. طيب تعالى ودي لي دي هناك الناحية التانية ببلس 3، يعني الاكس هتبقى more than 1 plus 3 يبقى more than 4. مين اللي more than 4 عندي في الاختيارات؟ letter D. Number 31 which of the following inequalities represents the following situation. An accountant with at least 5 years of experience is required. طيب لما يجي يقول لي at least 5 years ده معناها ايه؟ ان هو هيبقى more than or equal 5. at least كنا بنحولها ل more than or equal، يبقى هنا دي هنخليها ال inequality x more than or equal 5 اللي هي letter B. Number 32 بيقول لي negative 5x power 2 multiply 2x power 3. طيب في حالة المالتبلاينج expression هناخد الكوفيشنت ملتبلاي الكوفيشنت الاول نيجاتيف 5 ملتبلاي 2 هيدينا نيجاتيف 10. بعد كده هناخد الفاريبل ملتبلاي الفاريبل اكس باور 2 ملتبلاي اكس باور 3، اثبت الاكس واعمل اد للباور 2 بلس 3 يدينا 5، يبقى نيجاتيف 10 ملتبلاي اكس باور 5 اللي هي لتر كام؟ لتر بي، هتبقى لتر بي. 33 بيقول لي 8x multiply 3x minus 5y، ده هنعمل ايه؟ ملتبلاي للمونوميال باينوميال 3x minus 5y، هنوزع اللي بره على اللي جوه بالملتبلاي. طيب هناخد اول حاجه ال 8 ملتبلاي 3 ب 24، بعد كده الاكس ملتبلاي اكس هيبقى هنثبت الاكس ونعمل اد للباور فيبقى 1 بلس 1 2، بعد كده اد الماينس وهنا 8 ملتبلاي 5 هتبقى 40، وهنا x ملتبلاي y x y يبقى انا عندي 24x باور 2 minus 40xy اللي هي letter C. Number 34 بيقول لي what is the algebraic expression that represents the area of the opposite rectangle. يبقى انا عايز اجيب الاريا، يبقى الاريا عباره عن اللينس ملتبلاي الويدث، لينس ملتبلاي الويدث. طب اللينس هنا اللي هو 2x بلس 5 والويدث ب 3x، طب اكتب الصغير اول يبقى 3x ملتبلاي افتح براكت 2x بلس 7، يلا وزع ال 3x على البراكت 3 ملتبلاي 2 ب 6، وهنا x ملتبلاي x يبقى x باور 2 بلس 3 ملتبلاي 7 ب 21 والاكس هتنزل زي ما هي، يبقى هنختار 6x باور 2 بلس 21x اللي هي letter D. 35 يقول لك a cube has a volume of x باور 6 what is the edge length. طيب انا عايز اجيب الادج لينث للكيوب اللي الفوليوم بتاعه باكس باور 6. طب ما احنا لسه قايلين اذا كان الفوليوم اس باور 3 يبقى الادج لينث هنجيبه كيوب روت الفوليوم. طيب يبقى انا عايز اجيب هنا كيوب روت لمين؟ للاكس باور 6. طب الكيوب روت للاكس باور 6 اثبت الاكس واخد الباور اللي جوه ديفايدد 3، يبقى 6 ديفايدد باي 3 يعني هيدينا اكس باور 2 اللي هي لتر بي. نمبر 36 بيقول لي if 5 باور نيجاتيف 3 ملتبلاي ال a equal 1. طيب طالما عندي البرودكت ما بين ال 5 باور نيجاتيف 3 والنمبر a equal 1 يبقى الاثنين دول ملتبليكيتيف انفرس، يبقى الاثنين دول ملتبليكيتيف انفرس، يبقى في الحاله دي ال a كل اللي هنعمله هنعكس الباور بتاع ال 5 باور نيجاتيف 3 يعني هتبقى 5 باور 3 اللي هي لتر b. Number 37 بيقول لي if 2x minus 3 all power 2 equal ax power 2 plus bx plus c then what is the value of b. طيب ال b هنا الموجودة في الميدل ترم، الكوفيشنت للميدل ترم بيجي ازاي؟ بيجي عن طريق 2 multiply الفيرست multiply السكند، تمام؟ او اللي هو الفيرست ترم عامة بيجي 2 multiply first multiply second. طيب ادي 2 multiply first multiply second، طيب 2 multiply 2 ب 4 4 multiply نيجاتيف 3 يدينا نيجاتيف 12 يبقى نيجاتيف 12 اكس. طيب يبقى ده كده مين؟ ده الميدل ترم على بعضه، الميدل ترم على بعضه بنيجاتيف 12 اكس، يبقى الكوفيشنت ليه بنيجاتيف 12 اللي هي لتر بي. نمبر 38 بيقول لي if x plus y equal 4 و x minus y ب 20، عايز اجيب ال x بار 2 minus y بار 2. طب ما احنا عارفين ان ديت اصلا ال x بار 2 minus y بار 2 دي اصلها البرودكت between السم للتو terms x and y and the difference between them x minus y، فدي اصلها x plus y multiply x minus y. طب ال x plus y ب 4 وال x minus y بكام؟ ب 20، تمام؟
يبقى الاكس باور 2 ماينس الواي باور 2 عباره عن البرودكت ما بين الاكس بلس الواي والاكس ماينس واي، يبقى 4 ملتبلاي 20 ايكوال ايه؟ ايكوال 80. يبقى هنختار لتر A. نمبر 39 بيقول لي في x minus 5 multiply x plus 5 equal x باور 2 minus m. what is the value of m؟ طيب انا عندي هنا ال x باور 2 minus ال m ده equal البرودكت الاتنين دول. طب البرودكت الاتنين دول كنا بنفكه ازاي؟ بنجيب الفيرست باور 2 minus السكند باور 2. طب الفيرست اللي هو الاكس يعني دي x باور 2 minus السكند اللي هي ال 5 باور 2 ب 25. يبقى الام هنا ايكوال مين؟ ايكوال ال 25. يبقى نختار لتر C. تمام. يبقى الام دي بتيجي عن طريق السكند باور 2. الام دي بتيجي عن طريق مين؟ سكند باور 2 اللي هي 5 باور 2 ب 20 ايه؟ ب 25. طبعا لو ما كانش هو كاتب هنا ماينس كنا هنقول نيجاتيف 25. لو ما كانش كاتب هو الماينس هنا كنا هنقول نيجاتيف 25. نمبر 40 بيقول لي a باور 4 بلس a باور 3 divided by a باور 2. طب طالما هنا في براكت يبقى انا هوزع الديفايد على ال a باور 2. يعني هاخد ال a باور 4 divided ال a باور 2 بلس ال a باور 3 divided برضو ال a باور 2. طب في حالة الديفايدنج في dividing the same base we subtract powers. يبقى انا هثبت هنا ال a واخد الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت يعني 4 minus 2 هنا بلس ال a باور 3 divided by ال a باور 2 اللي هي a باور 3 minus 2 يعني equal 4 minus 2 ب 2. يبقى ده هيدينا a باور 2 بلس 3 minus 2 ب 1 يعني هيدينا a باور 1 اللي هي a. يبقى هنختار letter D. طيب نمبر 41 بيقول لي what is the number divided by negative 3x باور 2y equal 4x باور 3y باور c. طب اللي قبل الديفايد بنجيبه بالملتبلاي. يبقى انا هعمل ملتبلاي ما بين التو اكسبريشنز negative 3x باور 2y و 4x باور 3y باور 3. طب هناخد اول حاجه الكوفيشنت ملتبلاي الكوفيشنت negative 3 ملتبلاي 4 هيدينا negative 12. x باور 2 ملتبلاي x باور 3 اثبت الاكس واعمل اد للباور 2 بلس 3 ب 5. بعد كده y ملتبلاي y باور 3 اثبت الواي واخد الباور الاولاني بلس الباور الثاني. هنا الباور ب 1 وهنا الباور ب 3. 1 بلس 3 ايكوال 4. يبقى انا عندي الاجابه نيجاتيف 12 x باور 5 y باور 4 اللي هي لتر B. Number 42 a rectangle has an area of 15x power 3 plus 25x power 2 minus 15x square units and one of its dimensions is 5x length units. What is the length of the other dimension in terms of x؟ طيب انا عندي هنا انا عارف اصلا ان الاريا ايكوال اللينس ملتبلاي الويدث. فسي مثلا ان دوت الايه دي الاريا وان ده مثلا هو الويدث. تمام. فانا عايز اللينس. طب اللينس بنجيبه بايه؟ بنجيبه بالديفايد. يبقى اللينس equal الاريا divided الويدث. ده اللي احنا هنعمله. ناخد الاريا ده اهي divided by مين؟ divided by الويدث. طيب يبقى انا هاخد كل واحده من دول divided by مين؟ divided by 5x. يبقى دي هتبقى over 5x ودي هتبقى over 5x ودي هتبقى over 5x ونجيب الكوشنت. طيب 15 divide by 5 ب 3 و x باور 3 divide by x هنعمل subtract للباور يبقى x باور 2 plus 25 divide by 5 ب 5 و x باور 2 divide by x ب x minus 15 divide by 5 ب 3 والاكس هتروح مع الاكس. يبقى انا عايز هنا الاجابه 3x باور 2 plus 5x minus 3 اللي هي لتر نمبر 43 بيقول لي 7.3 multiply 10 باور n equal 0.00073 then what is the value of n؟ طيب انا عندي هنا عايز احول من شكل الستاندرد فورم للساينتفك نوتيشن. طب تعالى كده عايزين نوصل البوينت لنفس المكان ده نشوف هنحركها كم مرة. ادي 1 2 3 4 5. يبقى انا كده هتبقى 7.3 ملتبلاي 10 باور. لما نحرك البوينت رايت الباور بيكون بالنيجاتيف يبقى ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 5. يبقى الان هنا بكام؟ الان هنا هتكون بنيجاتيف 5. نروح بعد كده على 44 بيقول لي 7x plus 35 over x plus 5 ده equal مين؟ equal a. what is the value of a؟ طيب بص انا عندي هنا الاكس بلس الفايف. الاكس بلس الفايف لو انت لاحظت هتلاقي ان فوق في 7x بلس 35. طب هل اللي فوق ده مرتبط باللي تحت بحاجة؟ لو انت ركزت كده هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان في هنا ما بينهم common factor اللي هو مين؟ اللي هو number 7. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو انا قلت دي عبارة عن اللي فوق ده عبارة عن ايه؟ هتقولي ده عبارة عن 7 بس multiply الاكس بلس الفايف. طب عرفت منين؟ عشان ال 7 multiply x ب 7x
وال7 ملتبلاي ال5 بكام؟ ب35. يعني الجزء اللي فوق ده عبارة عن الجزء اللي تحت بس ملتبلاي 7، عبارة عن الجزء اللي تحت بس ملتبلاي مين؟ 7. طب لو انت طيرت دي مع دي يبقى الناتج بتاعي الايه؟ هيبقى عبارة عن 7 بس، اللي هو letter C. Number 45 بيقول لي if the quotient of x bar 2 minus 5x plus 6 divided by x minus 2 is x minus a, what is the value of a؟ طيب انا عشان اجيب الايه بكام يبقى انا عايز اعمل ديفايد ما بين الايه الاكسبريشن ده والاكس ماينس 2. طب دي بنعملها ازاي؟ بنعملها بلونج ديفيجن. تمام. الديفيدند عندي هنا اللي هو x باور 2 minus 5x plus 6 والديفايزر x minus 2، وانا عايز اعرف الناتج هيبقى x minus كام. طيب بنعمل ايه بقى؟ الخطوات بتاعتنا ركز معايا. بناخد الفيرست في الديفيدند ديفايدد الفيرست في الديفايزر. x باور 2 ديفايدد باي x هيدينا كام؟ هيدينا x. اكتبها فوق. الناتج اللي يطلع الكوشنت ده ناخده ملتبلاي ديفايزر كله ونكتب الناتج تحت الايه الديفيدند. x ملتبلاي x هيدينا x باور 2 اكتبها تحت هنا. بعد كده x ملتبلاي نيجاتيف 2 هيدينا نيجاتيف 2x. الخطوه اللي بعدها تشينج ساينز، دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف، ونشد خط ونحسبهم مع بعض. دول هيطيروا مع بعض وهنا نيجاتيف 5x بلس 2x هيدينا نيجاتيف 3x. طيب انزل بعد كده بالرقم الاخير اللي هو بلس 6 وناخد الفيرست تاني ديفايدد الفيرست. نيجاتيف 3x ديفايدد باي x هيدينا نيجاتيف 3 عشان الاكس هتروح مع الاكس ويتبقى لك نيجاتيف 3. طيب الديفايزر الكوشنت اللي طلع ده ناخده ملتبلاي ديفايزر. نيجاتيف 3 ملتبلاي x هيدينا نيجاتيف 3x ونيجاتيف 3 ملتبلاي نيجاتيف 2 هيدينا بوزيتيف 6. طيب لازم يكون اخر خطوه الايه السطرين دول بيكونوا زي بعض. طيب تشينج ساينز، دي هتبقى بوزيتيف دي هتبقى نيجاتيف، دول هيطيروا ودول هيطيروا 0 0 يبقى الناتج بتاعي x ماينس 3. يبقى قيمه ال a هنا هتكون بكام؟ هتكون ب 3 اللي هي لتر b. طيب دي طريقه. في طريقه تانية ممكن نجيبها بيها اسرع اللي هي مين؟ ان انا اسال نفسي هو نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف كام يدينا 6. فهتقول لي هنا والله نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 هي اللي هتدينا بوزيتيف 6. يبقى كنا هنختار على طول من الاول لتر بي. نروح بعد كده على 46 بيقول لي which of the following is equivalent to the inequality negative x more than negative 1. طيب نخلي بالنا من السؤال ده عشان بيجي كتير في الامتحانات. لما يكون عندي inequality والاكس فيها بالنيجاتيف اعمل ايه؟ عايز اخلص من النيجاتيف يبقى هعمل هنا divide by negative 1 وهنا divided by negative 1 عشان ايه؟ احول الاكس لبوزيتيف x. وفي حاله الديفايد مع النيجاتيف احنا عارفين ان احنا من الخواص بتاعه الانيكواليتي في حاله الديفايد مع النيجاتيف تشينج ذا مين ذا ساين اوف ذا انيكواليتي. فدي بدل ما هي مور ذان هتبقى ليس ذان، ودي هتبقى اكس ودي هتبقى 1 يعني اكس ليس ذان 1 اللي هي لتر بي. نروح بعد كده على 47 بيقول لي نيجاتيف 2 اكس باور 3 ملتبلاي اكس ايكوال ايه ملتبلاي اكس باور ان وات از ذا فاليو اوف اي بلس ان. طيب تعالى نحسب اول حاجه الاثنين دول مع بعض بكام. نيجاتيف 2 اكس باور 3 ملتبلاي اكس يبقى نيجاتيف 2 ملتبلاي 1 بنيجاتيف 2 واكس باور 3 ملتبلاي اكس باور 1 يبقى يدينا اكس باور 4. طيب يبقى الايه هنا هتبقى بنيجاتيف 2 والان هتبقى هي الرقم اللي في الباور اللي هي 4. يبقى a بلس n يعني نيجاتيف 2 بلس ال 4 هيدينا 2 اللي هي لتر C. نروح بعد كده على 48 بيقول لي if a cube with an edge length of 3x what is the value of volume. طب الفوليوم عبارة عن مين؟ عبارة عن السايد باور أو الإيدج لينس باور 3. يبقى أنا عايز آخد ال 3x ده أهي all باور 3 وزع الباور على الاتنين يبقى 3 باور 3 ب 27 وإكس باور 3 هتنزل زي ما هي يبقى نختار لتر C. 49 بيقول لي في x بلس y ايكوال 7 والاكس ماينس y ب 3 وات از ذا فاليو في x باور 2 ماينس y باور 2. طب لسه حالين واحده شبهها. الاكس باور 2 ماينس y باور 2 عباره عن الاكس بلس الواي ملتبلاي الاكس ماينس الواي. طيب الاكس بلس الواي ب 7 والاكس ماينس الواي ب 3 يبقى 7 ملتبلاي 3 ايكوال 21 يبقى نختار A. نمبر 50 بيقول if negative x less than 3 which of the following is true. طيب هنعمل ايه؟ نفس الفكره لسه حليناها من شويه. هنعمل هنا ديفايد باي نيجاتيف 1 وهنا ديفايد باي نيجاتيف 1 ونعكس العلامه يبقى دي هتبقى مور ذان. النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف ودي هتبقى اكس وال3 ديفايد باي نيجاتيف 1 هيبقى بنيجاتيف 3 يبقى انا عايز الاكس مور ذان نيجاتيف 3 اللي هي لتر بي. 51 بيقول لي which of the following express x باور 3 over x باور نيجاتيف 2 in simplest form. طيب والله في حاله الديفايد مع النيجاتيف في حاله الديفايد مع السيم بيز وسبتراكت باورز يبقى هنثبت الاكس وناخد الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت. طيب يعني ده هيدينا اكس باور 3 ماينس نيجاتيف 2 هتتحول بلس يبقى 3 بلس 2 يعني ايكوال 5 يبقى اللي هي لتر دي.
نروح بعد كده على نمبر 52 بيقول لي روت 25 بلس روت 4 ايكوال روت كام؟ طب نخلي بالنا ان ديت ما ينفعش اقول ايكوال روت 25 بلس 4 واحسبها بالشكل ده غلط. ليه؟ لان الروت ما بيتوزعش على البلس. امال اعمل ايه؟ اجيب دي لوحدها ودي لوحدها. روت 25 بكام؟ ب 5. وروت 4 بكام؟ ب 2. 5 بلس 2 بكام؟ ب 7. طيب يبقى روت كام يدينا 7؟ روت 49 اللي هو لتر سي. نمبر 53 بيقول لي 5 ار باور 3 اس باور 2 تي ملتبلاي نيجاتيف ار تي باور 4 ايكوال. طيب انا عندي هنا الكوفيشنت ب 5 وهنا الكوفيشنت بنيجاتيف 1، ف 5 ملتبلاي نيجاتيف 1 يبقى هنا نيجاتيف 5. بعد كده ار باور 3 ملتبلاي ار باور 1 هيدينا ار باور 3 بلس 1 ب 4. بعد كده الاس باور 2 مفيش زيها، هتنزل زي ما هي اس باور 2. وهنا التي باور 1 وهنا التي باور 4، انزل بالتي واعمل ال1 بلس 4 بكام؟ ب 5. يبقى انا عايز نيجاتيف 5 ار باور 4 اس باور 2 تي باور 5 اللي هي لتر دي. 54 بيقول لي في x بلس y all power 2 equal 20 و x باور 2 بلس y باور 2 equal 6. What is the value of x y؟ طيب والله انا عندي اصلا ال x بلس ال y all power 2 الاكسبانشن ليها اخدناها عباره عن الفيرست باور 2 بلس السكند باور 2 بلس 2 ملتبلاي فيرست ملتبلاي سكند اللي هي 2xy. طيب يبقى انا عايز اشوف ال x باور 2 بلس ال y باور 2 اللي هي 6 بلس 2xy ده ايكوال مين؟ ايكوال الناتج اللي هو الاكس بلس الواي باور 2 اللي هو ايكوال 20. طيب ودي دي هناك بالنيجاتيف 6 يبقى 2xy ايكوال 14. يبقى الاكس واي هنعملها ديفايد 2 ديفايد 2 يبقى الاكس واي ايكوال 14 ديفايد باي 2 اللي هي ايكوال 7. يبقى نختار لتر A. نمبر 55 بيقول ايه 24x باور 2 y باور 3 z ايكوال نيجاتيف 2xy z. طب انا عايز اجيب هنا مين؟ عايز اجيب الديفايزر. طب عشان اجيب الديفايزر اخد الايه؟ الديفيدند ديفايدد باي الكوشنت. يبقى نعمل الاثنين دول ديفايد باي بعض. طب 24 ديفايد باي نيجاتيف 2 هيدينا نيجاتيف 12 و x باور 2 ديفايد باي x هيدينا x و y باور 3 ديفايدد باي y هيدينا y باور 2 والزد هتروح مع الزد. يبقى انا عايز اجابه نيجاتيف 12 اكس واي زد نيجاتيف 12 اكس واي باور 2 اللي هي لتر سي. نمبر 56 بيقول لي if x minus 7 multiply x plus 7 equal x power 2 plus a what is the value of a. طيب ده كده البرودكت between the sum of two terms and the difference between them. طيب البرودكت ما بينهم كان بيكون عباره عن الفيرست باور 2 ماينس السكند باور 2. يعني المفروض يكون الناتج x باور 2 ماينس 7 باور 2 ب 49. طيب يبقى انا عايز الاكس باور 2 بلس الاي تكون ايكوال الاكس باور 2 ماينس ال 49 يبقى الاي قيمتها بنيجاتيف 49 اللي هي لتر بي. طيب بيقول لي هنا 3 باور اكس بلس 3 باور اكس بلس 3 باور اكس. طب ما 3 باور اكس هنا ريبيتد 3 تايمز يبقى عباره عن 3 باور اكس ملتبلاي 3 اللي هي ايكوال 3 باور اكس بلس اللي هي 3 باور اكس بلس 1 لان احنا هنعمل اد للباور. يبقى نختار letter D. Number 58 a square with a diagonal length of 12 feet has an area of not square feet. طيب انا عايز اجيب الاريا عن طريق الدياجونال. عايز اجيب الاريا عن طريق الدياجونال. طب انا عارف ان الاريا بتاعت السكوير عباره عن هاف multiply diagonal باور 2 يعني equal half multiply 12 باور 2 يعني هتطلع معايا ب 72 سنت سكوير يعني سكوير فيت. هتطلع معانا 72 سكوير فيت. طيب نروح بعد كده على 59 بيقول لي a trapezium with a height 5 سنتيمتر و the length of the middle base equal 9. عايز اجيب الاريا. طيب الاريا بتاعت الترابيزيوم equal الميدل بيز multiply الهايت يعني equal 5 multiply 9 يبقى equal 45 سكوير سنتيمتر اللي هي letter A. Number 60 a rhombus with a side length 15 and diagonal length equal 18 and 24 يبقى ده D1 وده هنا D2. عايز اجيب الهايت. طيب انا عشان اجيب الهايت عبارة عن الاريا over السايد ولكن انا معيش الاريا يبقى اجيب الاريا عن طريق D1 والدي 2. طيب يبقى اول حاجه نجيبها الاريا عن طريق الدياجونالز يبقى هاف ملتبلاي الدياجونال الاولاني ملتبلاي الدياجونال التاني
يعني half multiply 18 multiply 24. تمام. طيب هنيجي نحسبها بالكالكوليتر، هنقول له ادي half multiply 18 multiply 24 تطلع معانا 216، يبقى equal 216 سنتيمتر سكوير. طيب منها اجيب مين؟ اجيب الهايت، يبقى الهايت equal الاريا over السايد، يعني 216 divided by divided by مين؟ divided by السايد بكام؟ هو السايد ب 15، يبقى divided by 15. تمام. طيب نشوف هنا عندي 216 divided by 15 هتطلع معانا ب 14.4، يبقى الإجابة بتاعتي 14.4 سنتيمتر اللي هي letter C. Number 61 بيقول لي if A and B are the square roots of the number 4 what is the value of B plus A. قلنا الفكرة ديت برضو من شوية، طالما قال لي هما دول ال 2 square roots للنمبر 4 يبقى وانت مغمض يبقى السم ليهم بزيرو. ليه؟ لأن الأولاني الروت الأولاني ب 2 والروت التاني بنيجاتيف 2، يبقى 2 بلس نيجاتيف 2 equal إيه؟ equal 0. طيب نمبر 62 بيقول لي a trapezium with an area 162 square yards and the length of its two parallel bases 17 and 19، يبقى ده ال B1 وال B2. عايز أجيب الهايت. طيب عشان أجيب الهايت عبارة عن إيه؟ أنا أصلا عندي الاريا عبارة عن الميدل بيز ملتبلاي الهايت، فبالتالي الهايت هيبقى عبارة عن الاريا divided by الميدل بيز. يبقى أنا محتاج أجيب هنا الميدل بيز. طب الميدل بيز ليها قانون الميدل بيز equal ال B1 plus ال B2 divide by 2 أو half السم half ال B1 plus ال B2، يعني هتبقى equal 17 plus 19 divide by 2. طب تعالى نحسبها 17 plus 19 over 2 هتطلع معانا ب 18 yards، يبقى ده كده الميدل بيز. تمام. طب يبقى في الحالة دي اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الهايت اللي هو عايزه، يبقى الهايت equal الاريا divided الميدل بيز، يعني equal 162 divided by 18. طيب تعالى نحسبها 162 divided by 18 تطلع معانا ب 9، يبقى الهايت هيبقى ب 9 yards اللي هي letter C. طيب نروح بعد كده على 63 بيقول لي if the area of a square is 72 square meter then what is the length of its diagonal. طيب انا عارف والله ان الاريا عبارة عن half الدياجونال باور 2. تمام. يبقى من هنا اقدر اقول ان الدياجونال باور 2 equal 2 multiply الاريا، ومنها اقول يبقى الدياجونال equal روت لدبل الاريا. يبقى لو انت حافظ القانون المختصر ده تقدر تجيبها في خطوه واحده، diagonal equal root double الاريا، diagonal equal root double الاريا، يعني الdiagonal equal root 2 multiply 72 يعني equal root ال 144، يعني هيدينا 12 متر اللي هي letter A. Number 64 if the area of a rhombus is 28 square unit and then what is the product of the diagonals length. طيب انا عندي اصلا بالنسبه للرومبس فمفروض ان الاريا عباره عن هاف الدي 1 ملتبلاي الدي 2. انا هنا بقى بسال عن مين؟ انا بسال عن البرودكت للتو دايجونالز، يعني بسال عن الدي 1 ملتبلاي دي 2 بكام، الدي 1 ملتبلاي دي 2 بكام. طب تعال نخلص من الهاف، هتروح ال2 هنا بالملتبلاي، يبقى الدي 1 ملتبلاي الدي 2 ايكوال دبل الاريا، يعني هتبقى 2 ملتبلاي 28، 2 ملتبلاي 28 هتطلع معانا ب 56، يبقى نختار letter C. 65 بيقول لك if the area of a square is 40.5 centimeter square what is the diagonal length in centimeter. طب ما احنا لسه جايبين القانون بتاعها المختصر اهو، الدياجونال للسكوير عبارة عن روت دبل الاريا، يعني equal روت ل 2 multiply ال 40.5، وتيجي تحسبها بالكالكوليتر ادي روت ل 2 multiply 40.5 تطلع معانا ب 9، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى ب 9 سنتيمتر. نروح بعد كده على 66 بيقول لك الترابيزيوم with an area 54 square centimeter، كده معانا الاريا للترابيزيوم و the length of its parallel base 10، يبقى مثلا ده البي 1
والهايت ب 6. what is the length of the other base. طيب انا عندي هنا في قانون للاذر بيز اللي هو قانون البي 2 عباره عن دبل الاريا اوفر الهايت ماينس البي 1. دبل الاريا اوفر الهايت ماينس البي 1. يبقى انا هقول له هنا يبقى البي 2 اللي هو البيز الثانيه عباره عن 2 ملتبلاي ال 54 اوفر الهايت ب 6 ماينس الايه ماينس الفيرست بيز اللي هي ب 10 ونيجي نحسبها. تمام. يبقى انا عندي هنا ادي 2 ملتبلاي 54 over 6 minus 10 تطلع معانا ب 8. يبقى ب 8 سنتيمتر اللي هي لتر بي. 67 بيقول لك if a rhombus with diagonal length of 6 inches and 10 inches. يبقى انا هنا معايا الدي 1 والدي 2 لمين؟ للرومبس. what is the area؟ خلاص عوضت القانون مباشر. الاريا equal half الدياجونال الاولاني ملتبلاي الدياجونال التاني، يعني half multiply 6 multiply 10. half multiply 6 ب 3 3 multiply 10 equal 30. يبقى 30 square inches اللي هي letter A. 68 a trapezium with area 320 square feet and a height of 16 feet. what is the length of the middle base؟ طيب جميل. الميدل بيز عبارة عن الاريا اوفر الهايت. خلاص سهلة. يبقى الاريا ب 320 اوفر الهايت ب 16. هتيجي تحسبها هتطلع معاك ب 20. يبقى نختار لتر بي. طيب نمبر 69 بيقول لي what is the inequality that expresses that the temperature x is less than 30. طيب هو بيقول لك x less than 30. طب ما هي سهلة، يعني x less than 30 خلاص اتحلت على طول. يبقى letter A سهلة خالص. نمبر 70 بيقول لك which of the following is the image of the point negative 3 and 7 by reflection in x axis. طب هو reflection x axis بنعمل ايه؟ بنعمل كيب للx وتشينج للواي. كيب للx وتشينج للواي. يعني الاكس هنسيبها زي ما هي نيجاتيف 3 والواي نعكس اشارتها هتبقى نيجاتيف 7 فيبقى نيجاتيف 3 and نيجاتيف 7 اللي هي لتر بي. نمبر 71 بيقول لك what is the image of the point 4 and negative 3 by reflection in x axis followed by reflection in y axis. طب الريفليكشن in x followed by reflection in y بنعمل ايه؟ بنعمل تشينج للاكس ونعمل تشينج للواي، نعكس اشاره الاثنين. يعني ده هتبقى نيجاتيف 4 and 3. الفور هتبقى نيجاتيف 4 والنيجاتيف 3 هتبقى 3. يعني هنختار letter A. 72 بيقول لك which of the following points remains the same when reflected in y axis. امتى الايمج تكون the same تفضل زي ما هي في حالة reflected in ايه in y axis؟ لما تكون مين؟ لما يكون الاكس بزيرو. لما يكون الاكس بايه؟ لما يكون الاكس بزيرو. ليه؟ لان الريفليكشن ان واي بعمل كيب للواي وتشينج للاكس. فامتى الاكس ما تتغيرش؟ لما تكون الاكس بزيرو. يبقى احنا هنختار لتر مين؟ لتر بي. نمبر 73 بيقول لي if a dash 3 and 4 is the image of the point a by translation x minus 1 and y plus 2 then the point a equal كام؟ طيب انا عايز هنا اجيب البوينت a، يعني عايز اجيب الاصل. عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاصل. طب عشان اجيب الاصل اعمل عكس اللي انا عملته. يعني انا هنا عشان اجيب الاي داش، انا خدت الاكس ماينس ال1، يعني الاكس خدت منها 1 يبقى ارجع لها تاني ال1، والواي زودت عليها 2 ارجع اعمل لها سبتراكت 2. يبقى الايه هنا هتبقى 3 بلس 1 ب 4 وهنا 4 ماينس 2 ب 2، يعني هتبقى الاجابه بتاعتي 4 اند 2. ممكن واحد يقول يا مستر انا ممكن اجرب الاختيارات، اجرب مثلا هنا احط الاكس بايه ب 2 والواي احطها ب 6 واشوف هل الناتج هيطلع 3 اند 4 ولا لا. طبعا لو انا جيت اجرب الاختيار ده احط الاكس ب 4 واحط هنا الواي ب 2 يبقى هنا 4 ماينس 1 هتبقى 3 وهنا 2 بلس 2 يعني 4 هتلاقيها هي مين؟ الاي داش. 74 بيقول what is the translation that makes the point a dash negative 4 and 6 is the image of the point a اللي هي 2 and negative 1. طب تعالى كده انا عايز اعرف الترانسليشن عباره عن ايه. عشان اجيب الترانسليشن عباره عن ايه اجيب الاي داش ماينس الاي. عشان اعرف الترانسليشن عباره عن ايه اخد الاي داش ماينس الاي، يعني اخد النيجاتيف 4 ماينس ال 2 ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه ليه؟ الاكس كوردينيت، واخد ال 6 ماينس النيجاتيف 1 ماينس النيجاتيف 1 ده بالنسبه للواي كوردينيت، يعني ايكوال نيجاتيف 4 ماينس 2 هيدينا نيجاتيف 6 وهنا 6 ماينس نيجاتيف 1 يعني هتبقى 6 بلس 1 اللي هي 7. يبقى انا هختار نيجاتيف 6 اند 7 اللي هي لتر A. 75 what is the image of the point negative 1 and 5 by translation
x and y translate to x plus 3 and y minus 1. طب انا عايز اجيب الايمج للبوينت دي، خلاص يعني دي الاكس ودي الواي. طيب هنشيل الاكس ونحط نيجاتيف 1 ونشيل الواي ونحط 5 ونحسبها. نيجاتيف 1 بلس 3 ب 2 و5 ماينس 1 ب 4، يبقى الترانسليشن هيدينا 2 and 4 اللي هي عندنا هو قال هنا كمان followed by translation negative 5 and 0. خلاص يبقى ناخد الناتج ده اهو اللي هيطلع بلس النيجاتيف 5 and 0 كمان. طيب فيبقى 2 بلس نيجاتيف 5، 2 بلس نيجاتيف 5 هيدينا كام؟ هيدينا نيجاتيف 3، وهنا 4 بلس 0 هيدينا 4، يبقى نيجاتيف 3 and 4 اللي هي لتر دي. طيب يبقى نخلي بالنا برضو عشان هو هنا ما وقفش عند الجزئيه دي، لا ده كمل كمان بترانسليشن بعد منه. طيب نروح على السؤال اللي بعده، بيقول لي 76 what is the image of the point 2 and negative 5 pi rotation around the origin point with an angle of measure 90 degree anti-clockwise. طيب طالما قال لي anti-clockwise يعني هنا الترانسليشن around the origin point with measure 90 degree. تمام. لو قال لي clockwise كان هيبقى نيجاتيف 90، لان احنا عارفين anti-clockwise ده اللي هو البوزيتيف دايركشن. طيب عامة الروتيشن around the origin point with measure 90 degree ده بيعمل ايه؟ لو انا عندي مثلا لو انا عندي x and y فده بيعمل ايه؟ بيجيب الواي مكان الاكس ويعكس اشارة مين؟ الاولاني، فيبقى النيجاتيف y and x. بنعمل ايه؟ بنبدل ونعكس الاولاني، نبدل ونعكس ايه الاولاني، اجيب الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي، بعد كده اعكس الاولاني في الناتج يبقى نيجاتيف واي اند اكس. طيب يبقى انا هنا اجيب النيجاتيف 5 مكان ال2 واجيب ال2 مكان النيجاتيف 5، فهتبقى 5 اند مين؟ 5 اند 2. ابدل واعكس الاولاني، بدلت جبت النيجاتيف 5 في الاول وال2 في الاخر، واعكس الاولاني يبقى النيجاتيف 5 هتبقى 5 وال2 هتبقى زي ما هي، يبقى الناتج بتاعي 5 اند 2 اللي هو لتر بي. Number 77 بيقول لي what is the image of the point 3 and negative 9 by rotation around the origin point with measure 180 degree followed by rotation around the origin point with measure negative 90 degree. طيب في الحالة دي هنعمل ايه؟ لو انا عندي الروتيشن بعد منه روتيشن، اهم حاجة around the same point. في الحالة دي اعمل adding لمين؟ لو انا عايز اجيبها في خطوة واحدة اعمل add للتو انجلز، يعني ده هيبقى يكافئ مين؟ الروتيشن around the origin point with measure 180 degree plus negative 90. تمام؟ يعني هيدينا الروتيشن around the origin point with measure 180 plus negative 90 اللي هو 90. تمام؟ طيب يعني هنعمل ايه؟ هنبدل ونعكس الاولاني، نبدل ونعكس الاولاني، يبقى دي هتروح هنا ودي تيجي هنا ونعكس النيجاتيف 9 تبقى 9 and 3، يبقى نختار مين؟ هنختار لتر دي. طيب لو انا حبيت اعملها في خطوتين مفيش مشكله، اجيب الروتيشن مع ال 180. طب الروتيشن مع ال 180 ده عباره عن تشينج الاكس وتشينج الواي، اعكس اشاره الاثنين مع ال 180 يبقى نعمل تشينج الاكس وتشينج الواي. تمام؟ يعني ال 3 هتبقى نيجاتيف 3 والنيجاتيف 9 هتبقى كام؟ هتبقى ال 9. طيب لو انا جيت بقى اخد الناتج ده واعمل له روتيشن بنيجاتيف 90 ديجري، نيجاتيف 90 ديجري، فده بنعمل ايه؟ ببدل واعكس التاني، ابدل واعكس التاني، يعني اجيب هنا ال 9 واجيب هنا النيجاتيف 3 واعكسها فهتبقى 9 اند 3. فممكن اجيبها في خطوه واحده وممكن اجيبها في خطوتين. Number 78 بيقول لك what is the rotation makes the image of the point A اللي هي negative 2 and 3 becomes the point A dash negative 3 and negative 2. هو عايز يشوف الروتيشن اللي هيخلي لي النقطة دي عبارة عن دي. طيب ألاحظ هو عمل إيه؟ أول حاجة النيجاتيف 2 راحت فين؟ راحت مكان الواي، يبقى أنا بدلت. طيب وال3 اجت في الفيرست، طب أنا بدلت وعكست مين؟ لاحظ كده أنا بدلت وعكست ال3، السي اشارتها اتعكست، بدل ما كانت بوزيتيف 3 اصبحت نيجاتيف 3. طيب امتى وايه هو الروتيشن اللي ببدل واعكس فيه الاولاني؟ ابدل واعكس الاولاني، ده الروتيشن مع ال 90 ديجري، ده الروتيشن مع ال 90 ايه ديجري. 79 بيقول لي the rotation that makes the image of the shape is the shape itself is a rotation around the origin by an angle
of measure كام؟ طيب طالما الايمج الروتيشن هخلالي الايمج بتاعت الشكل هو نفس الشكل نفسه، يبقى دوت اللي هو الايدنتيتي روتيشن. ده الايدنتيتي روتيشن اللي هو بيكون مع مين؟ مع ال 360 او مع النيجاتيف 360. تمام. نروح بعد كده على نمبر 80. نمبر 80 بيقول لي if A dash 3 and 5 is the image of the point A by translation. والترانسليشن هو x and y lead to x minus 1 and y plus 2. then the point A. أنا عايز هنا الأصل، عايز النقطة الأصلية. طب عشان أجيب الأصل أعمل إيه؟ أعمل عكس اللي موجود في الرول. يعني هو ال x minus ال 1 دي الرول اللي أنا استخدمتها. عشان أجيب الأصل أعمل هنا العكس، أزود هنا 1 والماينس البلس 2 البلس 2 الواي بلس 2 اجي هنا مع الواي واخليها ماينس 2، فيبقى 3 بلس 1 بكام؟ ب 4، وهنا 5 ماينس 2 ب 3، يبقى 4 اند 3. يبقى عود نفسك لما اجي اجيب الاصل اعمل عكس اللي موجود في الرول. لما اجي اجيب الاصل اعمل عكس اللي في الرول. دي ماينس 1 يبقى هاجي هنا مع البوينت اعمل بلس 1، هنا واي بلس 2 اخليها ماينس ايه؟ ماينس 2. او اجرب الاختيارات، اجرب مين اللي في الاختيارات اللي لما اجي اعوض فيها في الرول يدينا الاي داش اللي هي 3 اند 5 هتدينا بي. 81 what is the rotation that makes the image of the point A 3 and negative 2 is the point A dash negative 3 and 2. انا بسأل هنا عن مين؟ عن الرول بتاعة الروتيشن. ايه هو الروتيشن اللي هيخلي لي A داش بالشكل ده؟ طيب اعمل ايه؟ اركز كده واشوف ايه اللي حصل. ال 3 بقت نيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 بقت 2، يبقى انا ما بدلتش، انا عكست اشارات بس. ايه الروتيشن اللي بيعكس الاشارات بس؟ ال 180. يبقى letter D. 82 بيقول لي what is the image of the point negative 4 and 0 by rotation around the origin point with measure 90 degree followed by rotation around the origin point with negative 90 degree. طيب ما ده هيكافئ الروتيشن around origin point with measure 90 plus negative 90. تمام كده؟ طيب 90 plus negative 90 يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده ما عملتش حاجه، رحت 90 ورجعتها تاني. يعني rotation around the origin point with measure ايه؟ 0 degree. انا كده ما اصلا ما لفتش، ما حصلش اي روتيشن، يعني هيديني نفس النقطه الاصليه نفسها. يعني 0 degree زي 360 هرجع لنفس النقطه الاصليه، يبقى نيجاتيف 4 and 0 تفضل زي ما هي. تمام. نروح بعد كده على 83 بيقول لك what is the image of the point 7 and negative 4 by translation of 5 units in the negative direction of x axis. طيب هو قال لك هنا في translation مقداره قد ايه؟ 5 يونتس. فين؟ في النيجاتيف دايركشن. النيجاتيف دايركشن يعني ال5 ده هتبقى بالنيجاتيف، ال5 ده هتبقى بالايه؟ بالنيجاتيف اوف اكس اكسس. يبقى انا هاجي مع الاكس واعمل لها ماينس 5 بس، والواي اسيبها زي ما هي. 7 ماينس 5 بكام؟ ب 2، يبقى 2 اند نيجاتيف 4، يعني هنختار 2 اند نيجاتيف 4 اللي هي لتر دي. طيب نروح بعد كده على البروبابيلتي. نمبر 84 بيقول لي in an experiment of tossing a fair coin 3 consecutive times what is the number of elements in the sample space. طيب طالما قال لي 3 consecutive times وعايز النمبر اوف elements في السامبل سبيس، انا عندي هنا القانون بيقول ايه؟ يعني عشان اجيب النمبر اوف elements in the sample space ده هيدينا عدد الاليمنتس باور عدد المرات اللي رمينا بيها الكوين. عدد الاليمنتس في للكوين اصليه عباره عن 2 اللي هم الهيد والتيل، فيبقى الناتج بتاعي ايه؟ 2 باور عدد المرات اللي انا رميت بيها الكوين. انا رميتها كام مره؟ 3، يبقى 2 باور 3 هيدينا كام؟ هيدينا 8 اللي هي لتر دي. Number 85 in an experiment of throwing a fair die once what is the probability of obtaining a prime even number. طيب مين هو البرايم even number؟ اللي هو number 2. طبعا انا عندي هنا في الفير داي انا عارف ان الاس عباره عن 1 و2 و3 و4 و5 و6. طيب مين فيهم برايم وفي نفس الوقت ايفن؟ ما عنديش الا نمبر 2. فانا عايز اجيب البروبابيلتي ان الرقم اللي يظهر هو البرايم ايفن نمبر اللي هو نمبر 2. طب ال2 دي عباره عن كام رقم؟ عباره عن رقم واحد، يبقى 1 اوفر. والاس عباره عن كام نمبر؟ عباره عن 6، يبقى 1 اوفر 6 اللي هي لتر سي. 86 بيقول لك the probability of an impossible event equal. طبعا الامبوسيبل ايفنت البروبابيلتي ليه بيكون بايه؟ بزيرو. 87 what is the which of the following can be the probability of occurring an event.
طيب مين في دول ينفع يكون ايفنت؟ طبعا اول واحده ما تنفعش عشان هتبقى مور ذان 1. طبعا احنا عارفين ان البروبابيلتي لاي ايفنت A بيكون greater than or equal 0 and less than or equal 1. فانا عندي لازم يكون الرقم بتاعي مور ذان اور ايكوال 0 وليس ذان اور ايكوال 1. طبعا في اول واحده دي مور ذان 1 فمش هتنفع، والثانيه دي نيجاتيف فمش هتنفع، والثالثه مور ذان 1 فمش هتنفع. امال مين اللي تنفع؟ 30%. 30% ليه؟ عشان ال 30% اللي هي 0.3 فهي في الحاله دي greater than 0 وليس ذان 1، يبقى نختار دي. نروح بعد كده على 88 بيقول لك in an experiment of rolling a fair die once what is the probability of appearing a number less than 5. طيب في حالة الفير داي احنا عارفين ان الاس عبارة عن ال1 وال2 وال3 و4 و5 and 6. تمام. طيب مين النمبر اللي less than 5؟ مين النمبر less than 5؟ النمبر less than 5 عندي 4 3 2 and 1. دي الارقام اللي less than 5 4 3 2 and 1. طب دول كام رقم؟ 4. يبقى البروبابيلتي هيكون عباره عن 4 اوفر ال n of s بكام؟ ب 6. 4 اوفر 6 هنعملها simplify يبقى 2 اوفر 3 اللي هي letter C. 89 بيقول لي a ball is drawn randomly from a box containing 35 identical balls of which 7 are white. يبقى معايا 7 white and the remainder are red and black. الباقي red و black. What is the probability that the drawn ball is not white؟ طيب البروبابيلتي للنوت وايت تمام اللي هو عبارة عن الباقي. طب إذا كان الوايت 7 يبقى اللي نوت وايت هيبقى 35 minus 7. 35 minus 7 هيدينا كام؟ 21. هيدينا ايه؟ هيدينا 28. هيدينا كام؟ 28. تمام؟ طيب يبقى انا عندي هنا الناتج بتاعي البروبابيلتي بتاعي النوت وايت هيبقى عدد النوت وايت اوفر التوتال، يعني هيبقى 28 اوفر 35. هتيجي تحسبها بالكالكوليتور 28 divided ال 35 هتطلع معانا 4 اوفر 5 اللي هي لتر سي. Number 90 is the probability of a certain event. طبعا ال probability of certain event equal 1. طب ما عنديش 1 ايه اللي يكافئها؟ ال 100%. Number 91 if the probability of a student success is 85% then probability of failure is. عشان نجيب ال probability للfailure عبارة عن ال 1 minus probability ال success اللي هي 85%. طيب يبقى 1 minus 85% المفروض يدينا كام؟ يدينا 15%. طب ال 15% اللي هي عبارة عن 15 over 100. 15 over 100 بكام؟ هتطلع معايا 3 over 20. تمام؟ أو عندي هنا 15% في الاختيارات، خلاص نختار 15%. لو ما فيش 15% نعملها simplify. Number 92 بيقول لي the sum of the probabilities of all possible simple outcomes of any random experiment. طبعا السم للprobabilities لأي experiment ده بيكون عبارة عن كام؟ بيكون عبارة عن 1. طيب نروح بعد كده على 93 بيقول لي in an experiment of rolling a fair die once and observing the number written on the upper surface the probability of getting an even number more than 3 is كام؟ طيب أنا عارف إن ال S من 1 ل 6 في حالة الفير داي. عايز أجيب البروبابيلتي إن الرقم اللي يظهر يكون even number more than 3. طيب مين ال even number اللي more than 3؟ عندي 4 و 6. تمام؟ يبقى أنا عندي هنا 4 and 6 ده اللي even number اللي more than ايه 3. طيب عددهم كام؟ عددهم 2 وعدد الاس كلها كام؟ 6. يبقى ال n of الايفنت اوفر ال n of s هيبقى 2 over 6 اللي هي 1 over 3. يبقى نختار letter B. Number 94 بيقول لي if A is an event from a random experiment with equal chances of occurrence and the probability of event A is 10%. يبقى أنا عايز معايا ال probability للإيفنت A ب 10% and the number of elements in the sample is 60 وعدد الأرقام اللي في السامبل سبيس 60. تمام؟ then the number of elements in event A. طيب أنا عايز أجيب ال number of elements in event A. أعمل إيه؟ آخد ال probability بتاعها multiply السامبل سبيس multiply number of sample space يعني آخد ال 10% اللي هي 10 over 100
ملتبلاي مين؟ ملتبلاي ال 60. الزيرو هيروح مع الزيرو والزيرو هيروح مع الزيرو، يبقى 1 ملتبلاي 6 equal 6، يبقى نختار letter D. طيب هننتقل دلوقتي على ال essay questions. يلا بينا نشوف أول سؤال معانا هيكون إيه. طيب أول سؤال معانا بيقول find each of the following in the simplest form، وبيقول لي هنا negative 2 over 3 all power 2 multiply negative 3 over 2 all power 3 multiply 1 over 7 all power 0. طيب هنحسب أول واحدة. طبعا الباور 2 هيكنسل النيجاتيف، بعد كده أوزع الباور على الإيه 2 و 3. 2 باور 2 ب 4 و 3 باور 2 ب 9 multiply. هنا الباور 3 بيطرد النيجاتيف بره، يبقى النيجاتيف هيطلع بره، و 3 باور 3 ب 27 اوفر 2 باور 3 ب 8 ملتبلاي 1 اوفر 7 باور 0، اي حاجه باور 0 ب 1. تمام ماشي. الناتج هيكون بالنيجاتيف. ممكن نعمل سمبليفاي ما بين ال 4 وال 8، ديفايد 4 1 ديفايد 4 ب 2، وفي سمبليفاي ما بين ال 9 وال 27 ديفايد باي 9 1 وديفايد باي 9 ب 3. هيتبقى لنا فوق 1 ملتبلاي نيجاتيف 3 يعني هيدينا نيجاتيف 3، وتحت 1 ملتبلاي 2 يعني هتبقى نيجاتيف 3 اوفر 2 ملتبلاي ال 1 هتفضل زي ما هي نيجاتيف 3 اوفر 2. السؤال اللي بعده 0.2 بار الباور 2 ملتبلاي 1 اوفر 2 الباور 2. طب دي هنحتاج فيها الكالكوليتور. هنقول له اول حاجه نحول ال 0.2 بار لفراكشن، يبقى نكتب 0.2222 نملى الشاشه كده. تمام وندوس ايكوال، هتطلع 2 اوفر 9، يبقى دي 2 اوفر 9 الباور 2 ملتبلاي هاف الباور 2. طيب وزع بعد كده الباور فوق وتحت، يبقى 2 باور 2 ب 4 و 9 باور 2 ب 81 ملتبلاي 1 باور 2 ب 1 و 2 باور 2 ب 4. ال 4 هتروح مع ال 4 ويتبقى لنا 1 اوفر 81. نيجي بعد كده للسي. روت ال 49 وزع الروت فوق وتحت، روت ال 9 ب 3 وروت ال 4 ب 2 ماينس كيوبيك روت ال 27 ب 3 اوفر كيوبيك روت ال 8 ب 2 بلس وزع الباور على 2 و 3. 2 باور 2 ب 4 وتحت 3 باور 2 ب 9. طبعا دول هيطيروا مع بعض، يبقى الناتج كله بكام؟ ب 4 اوفر 9. لتر دي معانا نيجاتيف 3 اوفر 7 باور 0، اي حاجه باور 0 ب 1 ملتبلاي نيجاتيف 2 اوفر 5 باور 2. الباور 2 هيكنسل النيجاتيف، وال2 باور 2 ب 4 وال5 باور 2 ب 25 ده ملتبلاي. طبعا دي لما نيجي نحولها بالكالكوليتر هتطلع معانا 25 اوفر 4، فروت 25 اوفر 4 هيدينا 5 اوفر 2. طيب نعمل سمبليفاي ما بين ال 2 وال 4 وال 5 وال 25. ديفايد باي 2 ب 1 ديفايد باي 2 ب 2 وديفايد باي 5 ب 1 وديفايد باي 5 ب 5، يعني هتبقى لنا 2 باي 1 ب 2 وتحت 5 باي 1 ب 5، يبقى ايكوال 2 اوفر 5. وممكن برضه نعملها على الكالكوليتر كخطوة أخيرة عشان نتأكد من الحل بتاعنا. نروح بعد كده ل E 1 اوفر 4 باور 0. طبعا ده هيدينا كام؟ هيدينا 1، هي حاجة باور 0 ب 1 ماينس كيوبيك روت للنيجاتيف 64. طبعا النيجاتيف هيطلع بره، النيجاتيف هيطلع بره، لما يطلع بره يعكس النيجاتيف ده يخليها بلس. وهنا كيوبيك روت ال 64 هيدينا 4 وكيوبيك روت 125 هيدينا 5 بلس دي لما نيجي نحولها 2 ملتبلاي 4 ب 8 8 بلس 1 ب 9، يعني دي عبارة عن 9 اوفر 4. طيب روت ال 9 اوفر 4 بكام؟ ب 3 اوفر 2. هنيجي نحسب الكلام ده كله بالكالكوليتور. تمام ادي 1 بلس 4 over 5 plus 3 over 2 هتطلع معانا 33 over 10. نروح ل F. هنوزع الروت فوق وتحت، الروت ال 81 ب 9 روت ال 49 7 plus 3 over 4 باور 0 ب 1 plus cubic root 125 ب 5 cubic root 343 ب 7. طيب لو انا حسبت دول دي مع دي 9 over 7 plus 5 over 7 هيدينا 14 over 7 plus ال 1 14 over 7 ب 2، يبقى 2 plus 1 equal كام؟ 3. نروح بعد كده لجي. بيقول لي
2 باور 3 ملتبلاي 2 باور نيجاتيف 5 اوفر 2 باور 6 ملتبلاي 2 باور نيجاتيف 3. طبعا في الحاله دي هنحسب اللي فوق الاول مع بعضهم، اثبت ال 2 واخد الباور بلس الباور، 3 بلس نيجاتيف 5 هيدينا نيجاتيف 2، وتحت اثبت ال 2 واخد الباور بلس الباور في حاله الملتبلاي اد باور، 6 بلس نيجاتيف 3 هيدينا 3. طيب ايكوال في حالة الديفايد اثبت البيز واخد الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، الباور اللي فوق بنيجاتيف 2 والباور اللي تحت ب 3، يبقى نيجاتيف 2 ماينس ال 3 يعني ايكوال 2 باور نيجاتيف ايه 5. نيجاتيف 2 ماينس 3 بنيجاتيف ايه 5. طيب دي كده سمبلست فورم؟ لا، عشان اخليها سمبلست فورم اقلب واعكس الايه باور، يبقى 1 اوفر 2 باور 5، ولو جينا حسبنا 2 باور 5 هتطلع ب 60 64 32 هتطلع ب 32، يعني 2 باور 5 ب 32، يبقى الناتج بتاعي 1 over 32. نيجي بعد كده ل h، بيقول لي a باور 7 ملتبلاي a باور 8 ملتبلاي a باور 2. طيب هنحسب اول حاجه اللي فوق، اثبت ال a واعمل اد للباور، 7 بلس 8 ب 15، 15 بلس 2 17، وتحت ابقى هثبت ال a واحسب الباور، 3 بلس 9 ب 12، 12 بلس 5 ب 17، يعني هيدينا a باور 17 على a باور 17 اللي هي a باور 17 ماينس 17 يعني a باور 0، واي حاجه باور 0 بكام؟ ب 1. طبعا هو حاطط هنا شرط ان ال a not equal 0 عشان ما ينفعش اقول 0 باور 0. نمبر لتر اي برضه نفس الفكره، اثبت فوق الاكس واعمل اد للباور، نيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 7، تحت برضه اثبت الاكس واعمل اد للباور، نيجاتيف 5 بلس 2 هيدينا نيجاتيف 3. في حاله الديفايد اثبت البيز واعمل سبتراكت للباور، الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت، يبقى نيجاتيف 7 ماينس نيجاتيف 3 هتتحول لبلس 3، يعني هيدينا اكس باور نيجاتيف 7 بلس 3 بنيجاتيف 4. ما سيبهاش زي ما هي كده، لازم اخلي الباور بوزيتيف، يبقى 1 over x باور 4. كده دي كده simplest form. قال لي then find the numerical value when x equal to، يبقى اجي اقول له when x equal to يبقى the value equal 1 over 2 باور 4، 1 over 2 باور 4 يعني 1 over 16. تمام، لان 2 باور 4 بكام؟ ال 2 باور 4 ب 16، يبقى الايكوال 1 over 16. طيب نروح بعد كده على السؤال التاني، find the solution set of each of the following two equations in Z. نخلي بالنا وعايزينها in Z. طيب عشان اجيب السوليوشن سيت عايز اجيب قيمه الاكس، عشان اجيب الاكس اخلص من اي حاجه جنبها. طيب من بعيد للقريب، ابعد حاجه عن الاكس النيجاتيف 1 واديها هناك ببلس 1، يبقى انا معايا هنا ال 2 اكس باور 2 equal 50. طيب بعد كده اخلص من ال 2 دي بالديفايد باي 2، هنا ديفايد باي 2، يبقى نقول له يبقى الاكس باور 2 equal 25. طيب عشان اجيب الاكس يبقى استخدم positive or negative root، يبقى الاكس equal positive or negative root ال 25 يعني equal positive or negative 5، يبقى therefore the solution set equal 5 and negative 5. لازم الخطوه الاخيره دي ما ننساهاش، لان هو طلب السوليوشن سيت ما طلبش الاكس، هو طلب السوليوشن سيت، يبقى لازم بعد ما اجيب الاكس اكتب السوليوشن سيت بكام. تمام، دي لان ال 5 والنيجاتيف 5 بيلونج تو زد، فدول خلاص يبقى دول داخل السوليوشن سيت. نروح لبي، بيقول لي اكس ماينس 2 باور 2 ايكوال 64. طيب انا عايز اخلص من ابعد حاجه من الاكس، ابعد حاجه من الاكس الباور اللي على البراكت. طب عشان اكنسل الباور 2 هستخدم بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، يبقى انا اقول له هنا الاكس ماينس 2، خلاص انا هكنسل الباور هيتبقى لي البراكت، يبقى اكس ماينس 2 ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 64، يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 64 ب 8. تمام. طيب في الحاله دي انا عندي اجابتين، يبقى مره ناخد الاكس ماينس 2 ونساويها بال 8، ومره ناخد الاكس ماينس 2 ونساويها بالنيجاتيف 8 ونجيب الاكس في الحالتين. وادي يلا دي بالبلس 2، وبرده وادي هنا الاكس، وادي الماينس 2 بالبلس 2، هيبقى الاكس ايكوال 8 بلس 2 ب 10، ادي الاجابه الاولى. وهنا هتبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 8 بلس 2 بنيجاتيف 6. يبقى انا عندي هنا 2 solutions، يبقى السوليوشن سيت equal 10 and negative 6 او negative 6 and 10. نروح بعد كده على number 3، بيقول لي find in Q the solution set of each of the following two equations. عايز اجيب السوليوشن سيت بالنسبه للكيو، برضه نفس الفكره، اخلص من البعيد وبعدين القريب، البلس 1 هتروح بماينس 1، يبقى عندي هنا الاكس ماينس 3 all باور 3 equal نيجاتيف 8. طيب عايز اخلص من مين دلوقتي؟ عايز اخلص من الباور. طب ايه اللي بيكنسل باور 3؟ الكيوب روت، يبقى انا اقول له هنا يبقى الاكس ماينس 3 equal كيوب روت لمين؟ للنيجاتيف 8،
يعني equal -2. طيب أودي بعد كده دي هناك ببلس 3 يبقى ال x equal -2 بلس 3 يعني equal 1. طيب ال x طلعت معايا ب 1. ال 1 موجودة في الكيو موجودة، يبقى أقول له يبقى the solution set equal set of 1. نروح للتانية. عندي هنا الاكسات موجوده في التو سايدز، يبقى جمع الاكسات مع بعضها والارقام مع بعضها. هات الاكس بار 2 هنا بالنيجاتيف اكس بار 2 وودي هناك الماينس 3 هناك ببلس 3، يبقى عندي هنا 2 اكس بار 2 ماينس اكس بار 2 هنيجي نحسبها يدينا اكس بار 2 واحده، وهنا 1 بلس 3 بكام؟ ب 4. عايز اكنسل الباور يبقى بوزيتيف اور نيجاتيف روت، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت ال 4 يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2. طيب اللي بوزيتيف 2 والنيجاتيف 2 موجودين في الكيو موجودين، يبقى اقول له يبقى سوليوشن سيت ايكوال 2 and -2. وكده خلصنا question 3. نروح بعد كده على question 4 بيقول لي find the solution set for each of the following inequalities. طيب كده دخلنا على inequality. طيب نفس الفكرة بس هو قال لك هنا عايزك تحل دي بالنسبة للزد ودي بالنسبة للكيو. طيب في فرق في فرق طبعا في السوليوشن سيت في طريقة كتابتها. بالنسبة لأول واحدة أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب الإكس. طيب نخلص اول حاجه منين؟ من ال1. خلي بالك ال1 هنا بوزيتيف، ال1 هنا ايه؟ بوزيتيف يا مستر نيجاتيف، لا النيجاتيف دي بتاعت ال2، ال1 هنا بوزيتيف تمام، يبقى يروح هناك بالايه؟ بالنيجاتيف 1. يبقى انا عندي هنا هيتبقى لي نيجاتيف 2x تمام less than 9 minus 1 يعني less than 8. طيب عايز اخلص من النيجاتيف 2 اشوف ايه علاقتها بالاكس. طالما ما فيش علامه ما بينها وبين الاكس يبقى علاقتها ملتبلاي، يبقى تروح بالديفايد تمام. يبقى انا هقول له هنا هنعمل هنا ديفايد مع نيجاتيف 2، ديفايد مع نيجاتيف 2. في حاله الديفايد مع نيجاتيف 2 على طول اعكس العلامه، على طول نعكس العلامه طالما ديفايد مع نيجاتيف تمام. بعد كده تقول يبقى دي ديفايد باي نيجاتيف 2 ودي ديفايد باي نيجاتيف 2، دي هتروح مع دي يبقى اكس هتبقى مور ذان 8 ديفايد باي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4. خلي بالنا طبعا من الجزئيه بتاعت عكس العلامه دي عشان دي بتاثر طبعا على الناتج. طب الاكس مور ذان نيجاتيف 4 مين اللي اكبر من نيجاتيف 4؟ اقول له يبقى سوليوشن سيت ايكوال مين اللي اكبر من نيجاتيف 4 في الزد؟ عندي نيجاتيف 3 عندي نيجاتيف 2 عندي نيجاتيف 1 عندي 0 عندي سو اون. يبقى ده شكل السوليوشن سيت في حاله مين؟ في حاله الزد. نروح بعد كده على السؤال التاني بيقول لي 7x بلس ال 8 less than or equal 3x minus ال 4. طيب عايز اجيب مين؟ عايز اجيب السوليوشن بالنسبه للكيو. طيب نفس الفكره نجمع الاكسات مع بعضها والارقام مع بعضها، يبقى 3x هنا تروح بماينس 3x وال 8 هنا تروح بماينس 8. 7x ماينس 3x يبقى كده 4x less than or equal، وهنا نيجاتيف 4 ودينا لها ال 8 بالنيجاتيف، نيجاتيف 4 ماينس 8 هيدينا نيجاتيف 12. طيب نخلص من ال 4 بالديفايد يبقى هنقول x less than or equal negative 12 divided by 4 بنيجاتيف 3. في حالة الكيو ما ينفعش اكتبها listing method، لازم يبقى ايه؟ description method. يبقى عندي هنا السوليوشن set هتبقى equal. بنكتبها ازاي بقى؟ بنكتب x where x belong to q، دي خلاص كده بنحفظها الجملة دي x where x belong to q، وبعدين اعمل كوما واكتب شكل الانيكواليتي النهائية اللي احنا جبناها في الخطوة اللي قبلها and x less than or equal negative 3 واقفل البراكت. يبقى هو ده السوليوشن ست في الحالة بتاعة الكيو. Number 5 find the result of each of the following in the simplest form. طب عايز اجيب البرودكت الاكس ماينس 7 والاكس بلس 7. طب ما دوت ليها قانون قلنا في الاختيارات اللي هو الفيرست بار 2 ماينس السكند بار 2. الفيرست اللي هو الاكس يبقى ايكوال اكس بار 2 ماينس السكند اللي هو 7، 7 بار 2 بكام؟ ب 49. طيب نروح بعد كده على 2 بيقول لي 2x minus 3 multiply 4x plus 5، دي نحلها بالمالتبلاينج باي انسبكشن. نعمل ايه؟ ناخد الفيرست مالتبلاي الفيرست اول، فيرست مالتبلاي فيرست يبقى ايكوال 2x multiply 4x، 2 multiply 4 ب 8 والاكس multiply x ب x باور 2. بعد كده ناخد السكند ملتبلاي السكند، نيجاتيف 3 ملتبلاي ال 5 هيدينا نيجاتيف 15 ونسيب مسافه كده ونكتبها. بعد كده نجيب البرودكت اوف مينز بلس البرودكت اوف اكستريمز، نيجاتيف 3 ملتبلاي 4 اكس هيدينا نيجاتيف 12 اكس. بعد كده نيجاتيف 2 اكس ملتبلاي ال 5 هيدينا 10 اكس. تمام كده تاني 2 اكس ملتبلاي 5 ب 10 اكس ونيجاتيف 3 ملتبلاي 4 اكس بنيجاتيف 12 اكس، نعمل لهم اد نيجاتيف 12 اكس بلس 10 اكس هيدينا نيجاتيف 2 اكس. يبقى ده ايه البرودكت ما بين التو اكسبريشنز. طيب بعد كده نشوف نمبر 3 بيقول لي 2 اكس بلس 3 والباور 2، ده اللي هو السكوير اوف باينوميال. السكوير اوف باينوميال كنا بنحله ازاي؟ بنجيب الفيرست باور 2. طب ال 2 اكس والباور 2 هيدينا 4 اكس باور 2، بنعمل باور للاثنين لل2 للاكس.
طيب بعد كده اجيب اسيب مسافه واكتب السكند بار 2. طب السكند اللي هو 3 بار 2 بكام؟ ب 9. بعد كده انزل بالميدل ساين اللي هي البلس واخد ال 2 باي فيرست باي سكند. طب 2 ملتبلاي الفيرست ب 4x، 4x ملتبلاي 3 ب 12x، يبقى اكتب هنا في الميدل تيرم 12x. نروح بعد كده على نمبر 6 بيقول لي simplify the following expression to its simplest form 3n minus 1 all power 2 minus 3n minus 2 multiply 3n plus 2. طيب الجزء الاولاني هنجيبه الاول، ده لسه قايلين طريقه الاكسبانشن ليه. first power 2 يبقى 9n power 2 بلس نسيب مسافه بلس second power 2 ال1 power 2 ب 1. بعد كده انزل ميدل ساين و2 باي فيرست باي سكند 2 ملتبلاي 3 ب 6 يبقى 6n ملتبلاي 1 يدينا 6n. طيب بعد كده ماينس، وخلي بالنا في حالة الماينس لازم افتح براكت بعدها. ليه؟ عشان الماينس هيعكس كل الساين اللي بعدها. طيب هنا عندي 3n minus 2 ملتبلاي 3n بلس 2، ده البرودكت للسم اوف تو تيرمز اند ذا ديفرنس بتوين ذيم، عبارة عن الفيرست بار 2 ماينس السكند بار 2. فيرست بار 2 يعني 3n والباور 2 اللي هي 9n بار 2 ماينس السكند بار 2 يعني ماينس ال 2 بار 2 يبقى ماينس ال 4. بعد كده هوزع النيجاتيف على القوس ده، يبقى هنا ايكوال 9n بار 2 زي ما هي ماينس 6n زي ما هي بلس ال 1، ودي هتبقى نيجاتيف 9n باور 2 والنيجاتيف ملتبلاي النيجاتيف هيبقى بوزيتيف 4. طيب هنلاحظ ان دي هتروح مع دي، يبقى الناتج بتاعي نيجاتيف 6n وال1 بلس ال4 ب 5 يبقى بلس ال 5. دي كده السمبلست فورم. قال لك then find the numerical value of the result when n equal negative 2. اجي اقول له بقى طيب when n equal negative 2 يبقى the value of the expression equal نيجاتيف 6 وافتح قوس واحط نيجاتيف 2 مكان ال n بلس ال 5. طب نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 6 ملتبلاي نيجاتيف 2 هيدينا 12 عشان النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف، يبقى 12 بلس ال 5 equal 17. طيب نروح بعد كده على نمبر 7 بيقول لك عايز اجيب الكوشنت للنيجاتيف 21 a باور 3 b باور 4 بلس 14 a باور 2 b باور 3 minus 35 ab على ال 7 ab. طيب في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنوزع كل رقم من دول او كل ترم من دول على ال 7 ab، يبقى ده equal نيجاتيف 21 a باور 3 b باور 4 over ال 7 ab بلس 14 a باور 2 b باور 3 برضه over ال 7 ab minus 35 AB over 7 AB equal. طيب negative 21 divided by 7 ب negative 3 وال A power 3 divided ال A هيدينا A power 2 وهنا ال B power 4 divided ال B هيدينا B power 3 plus 14 divided by 7 ب 2 و A power 2 divided by A هيدينا A و B power 3 divided by B هيدينا B power 2. طبعا في حالة الديفايد عشان الناس تبقى مركزة معايا احنا بنعمل subtract للباور، لما قلنا a باور 2 عشان خدنا 3 ماينس ال 1 باور تحت ب 1، لما قلنا ال b باور 3 عشان خدنا الباور 4 ماينس الباور 1 فيدينا 3 وهكذا. طيب ماينس 35 ديفايد باي 7 ايكوال 5 والاي بي هتروح مع الاي بي، يبقى ده كده السمبلست فورم. قال لك بعد كده هات لي بقى الفاليو لما الاي ب 1 والبي بنيجاتيف 2. خلاص يبقى نقول له هنا وين الاي ب 1 والبي بنيجاتيف 2 يبقى the value of the expression equal. طيب هنعمل ايه؟ ادي نيجاتيف 3 ونفتح قوس مكان الاي بكام؟ ب1 يبقى 1 باور 2 نفتح قوس تاني مكان البي بنيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 باور 3 بلس 2 نحط براكت مكان الاي ونكتب جواه 1 ونحط براكت تاني باور 2 مكان البي ونكتب جواه نيجاتيف 2 وبعدين ماينس ال 5 ونيجي نحسب الكلام ده كله بكام. طيب ال 1 باور 1 ال 1 باور 2 ب 1 ملهاش لازمة. طيب يبقى هنا نيجاتيف 3 ملتبلاي النيجاتيف 2 باور 3 بنيجاتيف 8 بلس 2 ملتبلاي ال 1 ملهاش لازمة يبقى 2 ملتبلاي النيجاتيف 2 باور 2 الباور هيكنسل النيجاتيف و 2 باور 2 ب 4 ماينس ال 5 يبقى ايكوال نيجاتيف هيروح مع النيجاتيف في حالة الملتبلاي وال 3 ملتبلاي ال 8 ب 24 وبلس 2 ملتبلاي 4 ب 8 ماينس ال 5. تعال نحسب الكلام ده كله بالكالكوليتر. هنيجي نقول له 24 بلس 8 ماينس 5 ايكوال كام؟ ايكوال 27 يبقى الناتج بتاعي ب 27. طيب ممكن طبعا من الخطوه الاولى كنا نحسب الكلام ده كله مره واحده بالكالكوليتر هتطلع برده معانا ب 27.
نمبر 8 بيقول لي find the quotient of 2x multiply 6x باور 2 minus 4x plus 12 over 4x. اول حاجه نعملها نوزع الايه اللي بره القوس على اللي جوه القوس، يبقى ده equal 2x multiply 6x باور 2 2 multiply 6 ب 12 والx multiply x باور 2 هيدينا x باور 3 minus ال 2 multiply 4 ب 8 والx multiply x هيدينا x باور 2 بلس 2 multiply 12 هيدينا 24 وانزل بالاكس زي ما هي. ده كله اوفر مين؟ اوفر ال 4 اكس. طب تعال نوزع ال 4 اكس على الثلاثه، يبقى هنا اوفر 4 اكس وهنا اوفر 4 اكس وهنا اوفر ايه 4 اكس، يبقى ايكوال. طب 12 ديفايد باي 4 بكام؟ ب 3 واكس باور 3 ديفايد باي اكس يبقى اكس باور 2 ماينس 8 ديفايد باي 4 بكام؟ ب 2 واكس باور 2 ديفايد باي اكس هيدينا اكس بلس 24 ديفايد باي 4 ب 6 والاكس هتروح مع الاكس. يبقى ده كده السمبلست فورم في السؤال ده. نروح بعد كده لنمبر 9 بيقول لي find the quotient of 2 plus 2y باور 2 minus 5y divided by y minus 2. طب اول حاجه لازم ارتب طبعا دي بتحل لونج ديفيجن. تمام، الديفايزر هنا y minus 2 زي ما هو قال divided by y minus 2. الديفيدند لازم يترتب من اعلى باور لاقل باور، فهنرتبها. هنبدا اول حاجه بال 2y باور 2 وبعدين minus 5y وبعدين plus 2. طيب بعد كده ناخد بقى خطوات بتاعتنا في الديفايد. الفيرست ديفايد باي فيرست 2y باور 2 ديفايدد باي الواي هيدينا 2y اكتبها فوق. طيب الكوشنت اللي طلع ملتبلاي الديفايزر 2y ملتبلاي الواي هيدينا 2y باور 2 اكتبها تحت 2y باور 2. بعد كده 2y ملتبلاي النيجاتيف 2 هيدينا نيجاتيف 4y، شد خط واعكس الساين، دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف، دول هيطيروا مع بعض. واحسب هنا نيجاتيف 5y بلس 4y هيدينا نيجاتيف 1y، مش شرط اكتب ال1. بعد كده انزل بال2، بعد كده بعد كده اكرر خطوات تاني first divide by first. طب النيجاتيف 1y divided by الواي هتروح مع الواي ويتبقى لنا نيجاتيف 1. ناخد النيجاتيف 1 ملتبلاي الايه الديفايزر، نيجاتيف 1 ملتبلاي الواي هيدينا نيجاتيف 1y والنيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 2 هيدينا بوزيتيف 2. طيب تشينج ساينز، دي هتبقى بوزيتيف دي هتبقى نيجاتيف، دي هتطير مع دي 0 0، يبقى الناتج بتاعي 2y minus 1 يبقى equal 2y minus 1. نروح للتاني بيقول لي if 2x minus 1 is one factor of the expressions 2x power 2 plus 7x minus 4 find the other factor. طب عشان اجيب ال other factor هجيبها برضو باللونج division، نفس الفكرة اللي احنا لسه قايلينها. هناخد هنا الديفيدند اللي هو 2x power 2 plus 7x minus 4 divided 2x minus 1. طيب first divide by first 2 divide by 2 راحت والاكس باور 2 divide الاكس هيدينا اكس. خد الاكس ملتبلاي الديفايزر اكس ملتبلاي 2x يدينا 2x باور 2 واكس ملتبلاي نيجاتيف 1 هيدينا نيجاتيف اكس. يلا تشينج ساينز، دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف، دول هيطيروا مع بعض وهنا 7x بلس x يدينا 8x. جميل، انزل يلا بالرقم اللي بعده نيجاتيف 4. كرر الخطوات تاني، خد الفيرست ديفايد الفيرست 8x ديفايد باي 2x، ال 8 ديفايد باي 2 يدينا 4 يبقى بلس 4 والاكس هتطير مع الاكس. ناخد ال 4 اللي طلعت ملتبلاي الديفايزر كامل، ال 4 ملتبلاي 2x هيدينا 8x وال 4 ملتبلاي نيجاتيف 4 هيدينا نيجاتيف 4. نشد خط ونعكس الساين، دي هتبقى نيجاتيف دي هتبقى بوزيتيف، دول هيطيروا مع بعض 0 0 ويبقى ال other factor x plus 4. يبقى the other factor is x plus 4. نروح بعد كده على number 11 بيقول لي find in the simplest form the algebraic expression that represent the area of the shaded part. طيب انا عشان اجيب الاريا للshaded part يبقى انا عايز اجيب الاريا للgreater rectangle minus الاريا للsmaller rectangle. طيب يبقى مثلا وليكن الgreater rectangle اللي هو E1 عبارة عن اللينس ملتبلاي الويدث، يعني عبارة عن 3x ملتبلاي الاكس بلس 7. تمام، وزع على اللي جوه 3x ملتبلاي الاكس هيدينا 3x باور 2 وال 3x ملتبلاي 7 هيدينا بوزيتيف 21x. تمام. طيب بعد كده اجيب ال A2 اللي هو الاريا للسمول ريكتانجل اللي هي اللينس ملتبلاي الويدث يعني 2 ملتبلاي x اللي هي 2x. طب عايز اجيب الاريا للشيدد بارت، الاريا للشيدد بارت عبارة عن ال A1 ماينس ال A2 يعني ايكوال ال 3x باور 2 بلس ال 21x دي ماينس 2x، اللي ممكن نحسبهم مع بعض ال 21x مع ال 2x عشان دول لايك تيرمز. يبقى هنثبت ال 3x باور 2 ونحسب ال 21 ماينس ال 2 هيدينا بوزيتيف 19x سكوير يونت. يبقى الناتج بتاعي هيبقى سكوير يونتس.
Number 12 find the result of each of the following in scientific notation. طيب خلي بالنا في حالة الماينس بحاول اخلي الباور شبه الباور اول حاجة. في حالة الماينس اخلي الباور شبه الباور. تمام. طيب هنعمل ايه يا شباب؟ انا عندي مثلا دي 12.8 multiply 10 باور 7 ودي 6.2 multiply 10 باور 6. طيب اولا دي ما هياش ساينتفك، خليها لي ساينتفك اول. عشان تبقى ساينتفك احرك البوينت خطوة ليفت وازود الباور 1، فده هتبقى 1.21 multiply 10 باور 8 تمام minus 6.2 multiply 10 باور 6. طيب هل في الحالة دي لو انا عملت الحركة دي هل انا خليت الباور شبه الباور؟ لا، كده الباور ما هوش زي الباور. طيب يبقى كنسل اللي انا عملته ده وتعالى نشوف بقى نحلها ازاي. احنا بالنسبة لي انا بفضل الطريقة الافضل في حالة البلس والماينس ان احنا ايه الباور الصغير نكبره. الباور الصغير نكبره بمعنى انا عندي هنا الباور الصغير اللي هو باور 6 اكبره خليه شبه الكبير، يبقى نزود هنا 1. وعشان ازود 1 في الباور لازم احرك البوينت خطوه ليفت، لازم احرك البوينت خطوه ليفت. طب فدي هتبقى 12.8 ملتبلاي 10 باور 7 زي ما هي ماينس، ودي هتبقى نحركها خطوه ليفت هتبقى 0.62 ملتبلاي 10 باور 7. في الحالة دي لما يبقى الباور شبه الباور أثبت الباور اللي هي 10 باور 7 ونعمل سبتراكت لمين لل 2.8 لل 12.8 مع ال 0.62 يبقى هنا 12.8 ماينس 0.62. تمام يا شباب. طيب نجيب الكالكوليتر ونقول 12.8 ماينس 0.62 وشوف هتطلع معانا كام. هتطلع معانا ب 12.18 يبقى equal 12.18 multiply 10 باور 7. طيب هو قال لك انا عايز الناتج يكون ساينتفك. هل دي ساينتفك؟ لا، عشان تبقى ساينتفك لازم البوينت يكون على شمالها رقم واحد بس ما يكونش الرقم ده بزيرو. تمام. يبقى انا هحرك البوينت خطوه ليفت وازود الباور كمان ايه 1 يبقى equal 1.218 multiply 10 باور 8. نشوف السؤال اللي بعده. عندي هنا divide. طيب في حالة الديفايد يفضل تخليها لي فراكشن. خد اللي قبل الديفايد اوفر اللي بعد الديفايد يبقى ده هتبقى 4.8 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 7 اوفر 0.8 ملتبلاي 10 باور 4. في حالة الديفايد اسهل شوية من البلس والماينس. كل اللي هنعمله هنقسم المسألة بتاعت الجزئين، ادي الجزء الاولاني وادي الجزء التاني. يبقى ده هناخد ده اوفر ده ملتبلاي ده اوفر ده يبقى هنا 4.8 اوفر 0.8 هنحسبها ملتبلاي ال 10 باور نيجاتيف 7 اوفر ال 10 باور 4 هنحسبها equal. طيب ال 4.8 اوفر ال 4.8 اوفر ال 0.8 بكام؟ نحسبها 4.8 divided 0.8 تطلع معانا ب 6 يبقى equal 6 multiply وال 10 باور نيجاتيف 7 اوفر 10 باور 4 هيدينا 10 باور واخد الباور اللي فوق ماينس الباور اللي تحت يعني نيجاتيف 7 ماينس 4 يعني هيبقى 6 multiply 10 باور نيجاتيف 11. تمام. وفي الحالة دي هي ساينتفك فهنسيبها زي ما هي. طيب نروح بعد كده سؤال الملتبلاي. في حالة الملتبلاي هناخد الرقم ده مع الرقم ده والتن مع التن يبقى هنا هناخد ال 2.7 ملتبلاي ال 4 ملتبلاي وال 10 باور 7 ملتبلاي ال 10 باور 5 ونشوف دي تطلع بكام ودي تطلع بكام. طيب بالنسبة لل 2.7 ملتبلاي ال 4 هتطلع معانا ب 10.8 يبقى equal 10.8 multiply 10 باور. في حالة الملتبلاي اد الباورز 7 بلس 5 ب 12. طب هل دي ساينتفك؟ لا، عشان تبقى ساينتفك لازم احرك البوينت كمان خطوة ليفت يبقى زود على الباور 1 يبقى ده تبقى 1.08 multiply 10 باور 13. طيب اخر سؤال معانا في الجزئيه دي 5.2 multiply 10 باور 8 بلس 6.3 multiply 10 باور 7. في حاله البلس لازم اخلي الباور شبه الباور. طيب دي باور 7 ودي باور 8 قلنا نكبر الايه الباور الصغير عشان اكبره يبقى شبه الكبير يبقى هنزود هنا 1 واحرك البوينت خطوه ليفت فدي هتبقى معايا 5.2 multiply 10 باور 8 بلس 0.63 multiply 10 باور 8. كده الباور شبه الباور بالنسبة لل 10. نعمل ايه؟ نعمل اد لل 2 numbers 5.2 و 0.63 يبقى equal 5.2 plus 0.63 نفس طريقة الماينس multiply واثبت الايه ال 10 باور 8. طب هنحسب دول مع بعض شوف هتطلع معايا كام.
هيدينا ادي 3 و6 بلس 2 ب 8 هيدينا 5.83 multiply 10 باور 8 وهي في الحالة دي scientific notation فهسيبها زي ما هي. طيب نروح بعد كده على number 13 بيقول لك which has a larger area a rhombus whose diagonals lengths are 6 and 8 ولا square whose diagonal lengths 8. طيب أول حاجة نجيب مين؟ أول حاجة بالنسبة للرومبس. بالنسبة للرومبس الاريا عبارة عن half multiply d1 multiply d2 يعني half multiply 6 multiply 8 half 6 ب 3 multiply 8 ب 24 يبقى 24 سنتيمتر سكوير. بعد كده نجيب السكوير. بالنسبة للسكوير الاريا عبارة هو مدينا هنا بالنسبة للسكوير مدينا الدياجونال يبقى half multiply diagonal باور 2 يعني half multiply 8 باور 2 ال 8 باور 2 ب 64 half ال 64 ب 32 يبقى equal 32 سنتيمتر سكوير. طيب كده مين اللي أكبر السكوير ولا الرومبس؟ طبعا السكوير يبقى نقول له يبقى the square has the greater area. نروح بعد كده على 14 بيقول لي find the length of diagonal of a square whose area is equal to the area of a rhombus whose diagonals lengths are 4 meter and 25 meter. طيب يبقى أنا أول حاجة أجيب مين؟ أجيب للرومبس الاريا. يبقى الاريا بتاعت الرومبس انت مدينا للرومبس التو diagonals يبقى half multiply d1 multiply d2 يعني half multiply 4 multiply 25. طب ال 4 multiply 25 ب 100 half ال 25 half ال 100 بكام؟ ب 50 يبقى equal 50 متر سكوير. دي كده الاريا للرومبس. طب انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب للسكوير الدياجونال find the length of diagonal of a square. طيب يبقى بالنسبة للسكوير احنا عارفين قانون الدياجونال. قانون الدياجونال سكوير ايكوال دبل ايكوال روت دبل الاريا ايكوال روت دبل الاريا يعني ايكوال روت ل 2 ملتبلاي ال 50 يعني ايكوال روت ال 100 هتدينا 10 متر. تمام يا شباب. نروح بعد كده على 15 بيقول لي trapezium has a parallel base of length 10 and 14 يبقى ده B1 وده B2 and height اللي هو ال H ب 8. عايز اجيب الاريا in square سنتيمتر. طب جميل الاريا عبارة عن half multiply ال B1 plus ال B2 all multiply ال height ده بالنسبة للترابيزيوم يبقى half multiply نفتح قوس ال B1 ب 10 plus ال 14 ونقفل القوس multiply ال height بكام؟ ب 8. طيب 10 بلس 14 هيدينا 24 half ال 24 ب 12 يبقى 12 multiply 8 هتطلع ب 96 سنتيمتر سكوير. نروح ل 16 find the length of the diagonal of a square. عايز اللينس بتاع الدياجونال للسكوير whose area is equal to the area of rectangle whose length 9 والwidth ب 8. طيب يبقى أول حاجة أجيب الريكتانجل نجيب الاريا. طب الاريا بتاعت الريكتانجل عبارة عن اللينس ملتبلاي الويدث يعني ايكوال 9 ملتبلاي 8 هتطلع معانا ب 72 سنتيمتر سكوير. طيب بالنسبة للسكوير انا عايز اجيب الدياجونال بتاع السكوير ليه قانون. ايه هو الدياجونال؟ ايكوال روت دبل الاريا لسه حالين بيها السؤال اللي قبل اللي فات يعني روت ل 2 ملتبلاي مين ال 72 يعني روت ال 144 هتطلع معانا ب 12 سنتيمتر. نروح لنمبر 17 بيقول لك draw an angle measuring 60 degree and then bisect it using a ruler and a compass. تمام. طيب طبعا عشان ارسم الانجل with measure 60 degree هنحتاج طبعا رولر و كومباس وبروتراكتور. طيب عشان ارسم انجل انا محتاج اول حاجه مين؟ محتاج رولر بالشكل ده انا ارسم اي لاين سيجمنت في اي اتجاه مش هتفرق. تمام. وليكن مثلا هنحدد دي الفيرتكس. بعد كده نجيب البروتراكتور نقف عند الفيرتكس بالشكل ده. هنظبط السنتر بتاع البروتراكتور على الفيرتكس. بعد كده عايز ال 60 ديجري يبقى هبدأ من الزيرو همشي على ال NNA على الانر سكيل ادي همشي 0 10 20 30 40 50 60. طيب هاجي من عند ال 60 كده هاجي من عند ال 60 كده من بره من هنا ونحط بوينت
وبعد كده البوينت ده اهي هنيجي نوصلها بالفيرتكس بالمسطرة، هنيجي نوصل البوينت دي بالفيرتكس بالشكل ده، فهتطلع معايا الانجل بكام؟ هتطلع معايا الانجل ب 60 ديجري. خلاص دي كلها كده بكام؟ ب 60 ديجري. قال لك and then bisect it using a ruler and compass. يبقى انا بعد كده عايز استخدم الكومباس عشان اقسمها لنصين، يبقى bisect it يعني اقسمها جزئين قد بعض. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب الكومباس بالشكل ده ونقف عند الفيرتكس السن بتاع الحديد بتاع الكومباس، وبعد كده ابتدي افتح فتحة صغيرة كده واحرك الكومباس بحيث ان هو يرسم ارك يعمل انترسكشن مع التو ريز. طيب بعد كده يا شباب بنعمل ايه؟ بعد كده بنزود الفتحة دي سنة صغيرة كده مش كتير قوي، ونقف عند الانترسكشن الاولاني ونيجي كده ما بين التو ريز في النص تقريبا ونرسم ارك صغير كده. بعد كده ننقل الناحية التانية بالشكل ده ونحرك الكومباس برضو ونرسم another arc فيحصل ما بينهم intersection. الانترسكشن ده هو اللي احنا بنوصله مع الفيرتكس بالرولر بالشكل ده، فيطلع عندي البايسكتور اللي هو طالبه مني. تمام، ادي البايسكتور اللي هو طالبه، اجي اقول له بما ان دي 60 يبقى دي كده ب 30 ديجري ودي كده ب 30 ديجري. نروح بعد كده على نمبر 18 بيقول لي draw line segment EB of length 5 cm and bisect it using a ruler and compass. تمام، اجيب الرولر اول حاجة وهنرسم line segment EB with length 5 cm، يبقى هبدأ من الزيرو لغاية ما اوصل لل5. تمام، طيب هنحدد البداية بتاعتي والنهاية، ادي البداية اهي A والنهاية بتاعتي اللي هي B. بعد كده بنجيب الكومباس نقف عند ال A ده اهي ونصغر المسافة دي كده نخليها أكبر من نص ال AB، يعني ال AB كلها ب5 يبقى دي لازم تكون more than 2.5، تبقى 3 مثلا 4، أهم حاجة تبقى أكبر من نص، يعني حتى بعينك كده تبقى ملاحظ إن هي عدت نص ال AB. بعد كده بنيجي نرسم من فوق لتحت من فوق لتحت ارك كبير كده من فوق لتحت، ننقل الناحية التانية برضو نكرر نفس الخطوة ونرسم برضو ارك كبير من تحت لفوق او من فوق لتحت، بحيث ان هيحصل عندي انترسكشن فوق انترسكشن تحت. طيب هنجيب الرولر ونوصل التو بوينتس دول ببعض بالشكل ده، يبقى في الحالة دي احنا رسمنا البايسكتور. هنحط هنا علامة الرايت انجل ونكتب على دي، طبعا هي اذا كانت كلها 5 سنتيمتر يبقى دي 2.5 النص اليمين والنص الشمال هيبقى 2.5 سنتيمتر. طيب طبعا هو بيقول لك اتأكد ان انت ظبط verify by measuring that the bisection is accurate، عايز تتأكد من دقة الايه الخط اللي انت رسمته ده. هتتأكد بالرولر، هتقيس النص اليمين الجزء ده هيطلع معاك ب 2.5 والنص الشمال لازم يطلع معاك برضو ب 2.5. Number 19 بيقول لك draw the equilateral triangle ABC with a side length of 6 cm. طبعا عشان ارسم equilateral triangle السايد لينس بتاعه ب 6 لازم اول حاجه ارسم البدايه، ارسم لاين سيجمنت اللينس بتاعها ب 6 سنتيمتر. تمام، يبقى هبدا كده من الزيرو وارسم 6 سنتيمتر بالشكل ده. تمام، طيب بعد كده اجيب الكومباس اقف عند الزيرو وافتح برضو المسافه بتاعتي على 6 سنتيمتر، افتح المسافه بتاعتي على 6 سنتيمتر بالشكل ده. طيب بعد كده هنسمي مثلا دي A ودي B، نقف عند ال A، انا عايز احدد ال AC بكام، يبقى انا عايز ارسم ارك اللينس بتاعه ب 6 سنتيمتر نفس اللينس بتاع الاي بي، هو طبعا ايكويلاترال فاي سايد هيكون ب 6. تمام، طب اجي ارسم كده ارك لفوق الناحية التانية عند البي بنفس المسافة، اوعى اغيرها نفس المسافة. خلاص بالشكل ده اقف عند البي بشكل مظبوط واقرب القلم من الارك الاولاني وارسم السكند ارك بالشكل ده. بعد كده هجيب الرولر اوصل ال A بالانترسكشن بالشكل ده،
اهو. بعد كده انقل الناحية التانية على B، وهوصل برضو الانترسكشن، هوصل B بنفس الانترسكشن بوينت بالشكل ده، فهيطلع معايا النقطة التالتة دي C. طبعا ما تمسحش الأقواس اللي انت عملتها دي عشان دي بتاخد عليها درجة في الامتحان. يعني نظبط الدنيا ونكتب على كل واحدة اللينس بتاعها، يبقى دي 6 سنتيمتر ودي 6 سنتيمتر ودي 6 سنتيمتر. طبعا انت عايز تتأكد ان انت رسمك مظبوط، بتجيب الرولر وتجيب اللينس الاي بي والبي سي والاي سي وتتأكد ان هم طالعين ب 6 و6 و6، يبقى انت رسمك مظبوط. نمبر 20 بيقول لك درو ترينجل اي بي سي where اي بي equal 6 وبي سي ب 4 واي سي ب 5. هو هنا مدينا اللينس مختلف. طيب ابدا بمين؟ ابدا باي واحد. تعال نبدا ب 6 سنتيمتر نرسمه اول حاجه. يبقى اجيب الرولر وهنرسم كده 6 سنتيمتر على السطر. تمام. بعد كده هنسمي مثلا ده A ودي B. نجيب الكومباس ونقف عند الزيرو بالشكل ده، ونفتح على البي سي اللي هي ب4. يبقى نصغر المسافة لحد كام؟ لحد 4. نقف من عند البي، نقف من عند البي ونرسم ارك لفوق، نظبطها بس كده مظبوط. تمام كده. نرسم كده ارك كبير كده لفوق. بعد كده نغير المسافة نخليها 5 اللي هي عشان نحدد الاي سي، نخلي دي 5. تمام. بعد كده ننقل على ال A ونرسم القوس التاني، فيحصل ما بينهم intersection. الانترسكشن ده هوصله مرة بال A ومرة بمين؟ بال B. هوصل دلوقتي بال A وبعد كده ننقل الرولر الناحية التانية ونوصل بال B برضو، فيطلع معايا النقطة دي C. هنكتب عليهم اللينس، يبقى دي 6 سنتيمتر والبي سي ب4 سنتيمتر والاي سي ب5 سنتيمتر. طيب نروح بعد كده على 21. بيقول لك draw the triangle ABC where A 1 and 1 و B 4 and 1 و C 1 and 5 then draw its image by reflection in X axis. طيب يبقى انا اول حاجة هرسم ال two axis ال X وال Y. ادي ال Y axis وادي ال X axis. تمام. معايا هنا ال X axis وهنا ال Y axis. السكيل بتاعي دي 0 1 2 3 4 5 6 7. الناحية التانية نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6. تمام. فوق عندي 1 2 3 4 5 6. تحت نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. هنحدد ال A وال B وال C. ال A هنا 1 and 1. طب ادي 1 and 1 اهي ونكتب جنبها A. B 4 and 1 اهي ونكتب جنبها B. و C 1 and 5 اهي ونكتب جنبها C. هنيجي نوصلهم ببعض. تمام. اوصل ال A بال B وال B بال C وال C بال A، هيطلع معانا right angle triangle. ده كده بالنسبة للجزء الأول من السؤال. قال لك then draw its image by reflection in x axis. يبقى أنا عايز أجيب ال A داش وعايز أجيب ال B داش وعايز أجيب ال C داش. طيب ال A داش بالنسبة ل reflection in x نعمل keep لل x و change لل y فتبقى 1 and negative 1. طيب ال B داش نفس الكلام keep ال x و change ال y هتبقى 4 and negative 1. ال C داش نفس الكلام keep ال x و change ال y فتبقى 1 and negative 5. هنحدد ال A داش وال B داش وال C داش ونوصلهم، يبقى كده السؤال خلص. طيب 1 and negative 1 تحت اهي هنكتب جنبها A داش. B داش 4 and negative 1 تحت اهي يبقى دي هنكتب جنبها B داش. و C داش 1 and negative 5 اللي هي اهي. طيب نيجي نوصلهم ببعض.
ويبقى خلصنا السؤال ده. تمام كده. أصلا يبقى أنا عندي هنا A dash B dash C dash is the image of the triangle ABC by reflection in X axis. نروح بعد كده ل 22 بيقول لك draw triangle ABC where in ال A negative 1 and 1 وال B 3 and 1 وال C 3 and 4 then draw its image by translation 1 and negative 2. طيب نرسم أول حاجة ال 2 axes ال Y وال X. ادي ال Y axis وادي ال X axis. تمام. 1 2 3 4 5 6 7 8 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 negative 7 4 and then 1 2 3 4 5 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5. هنحدد negative 1 and 1 اهي. ادي ال A وال B 3 and 1 وال C 3 and 4 ونيجي نوصلهم. تمام. يبقى ده كده الترانجل اي بي سي. عايز اجيب بقى الترانسليشن 1 اند نيجاتيف 2. يبقى انا عايز اجيب الاي داش وعايز اجيب البي داش وعايز اجيب السي داش. تمام. طيب هنيجي نعمل ايه؟ عند كل اكس هنزود 1 وعند كل واي هنعمل ماينس 2. يبقى هنا بلس 1 ماينس 2 بلس 1 ماينس 2. نيجاتيف 1 بلس 1 يبقى 0. 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1. نيجي البي داش 3 بلس 1 4 1 minus negative 2 بنيجاتيف 1. نيجي للسي داش 3 بلس 1 4 و 4 minus 2 ب 2. هنيجي نحددهم ونوصل. طيب 0 and negative 1 تحت اهي لل A داش وال B داش 4 and negative 1 وال C داش 4 and 2 فوق هنا. طيب نوصل. يبقى دي ال A داش بال B داش بال C داش بال A داش. هيطلع معانا triangle A dash B dash C dash is the image of the triangle ABC by translation 1 and negative 2. نروح بعد كده number 23 draw the square ABCD where ال A بكذا وال B بكذا وال C بكذا وال D بكذا. ماشي. then draw its image by rotation around the origin point with measure 180 degree. طيب برضو هنبدأ أول حاجة بال 2 axes نرسمهم. ادي ال Y axis وادي ال X axis. ادي 0 1 2 3 4 5 6 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 negative 6 1 2 3 4 5 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5. هنحدد ال A 0 and 2 اهي نكتب جنبها A. بعد كده 2 and 2 ادي B. بعد كده C 2 and 4 وبعد كده 0 and 4 دي واجي اوصلهم ببعض. ادي A B C D وارجع لل A تاني. كده خلصنا السكوير. طيب عايز اجيب بعد كده ال A داش وعايز اجيب ال B داش وعايز اجيب ال C داش وعايز اجيب ال D داش. طيب ال A داش وال B داش وال C داش وال D داش اجيبهم بناء على ايه؟ بناء على الروتيشن اللي هو محدده. هو قال لك الروتيشن هنا around the origin point with measure 180 degree. طب ده بنعمل ايه؟ بنعمل change ال X وتشينج الواي بعكس شرط الاتنين. طيب يبقى دي هتبقى نيجاتيف ونيجاتيف نيجاتيف ونيجاتيف نيجاتيف ونيجاتيف نيجاتيف ونيجاتيف. طيب نيجاتيف الزيرو هيفضل زي ما هو زيرو ونيجاتيف التو هتبقى نيجاتيف تو. نيجاتيف التو هتبقى نيجاتيف تو ودي برضه هتبقى نيجاتيف تو. طب هنا سي داش هتبقى نيجاتيف تو نيجاتيف فور ودي داش هتبقى نيجاتيف زيرو زيرو ونيجاتيف فور هيبقى نيجاتيف فور. تعال نحددهم يلا. هنا يبقى زيرو عند نيجاتيف تو اهي دي ال A داش وال B داش نيجاتيف 2 عند نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 عند نيجاتيف 2 هتبقى دي ال B داش وال C داش نيجاتيف 2 عند نيجاتيف 4 هتبقى C داش وال D داش 0 عند نيجاتيف 4 يبقى دي داش
واجي اوصلهم ببعض، ادي الاي داش بالبي داش بالسي داش بالدي داش بالشكل ده. يبقى انا معايا تراينجل، انا معايا سكوير اي بي اي داش بي داش سي داش دي داش is the image of the square ABCD by rotation around the origin point with measure 180 degree. نروح بعد كده على number 24. بيقول a box contains 8 red balls, 4 blue balls and 12 green balls all identical. A ball is drawn at a random. Find the probability that the drawn ball is white, blue or not green or red or white. طيب أول حاجة عايز أجيب هنا مين؟ النمبر اوف اس. أول حاجة عايز أجيبها هي النمبر اوف sample space. طيب النمبر اوف اس عبارة عن التوتال ما بين ال 8 وال 4 وال 12، يعني equal 8 plus 4 plus 12. طيب 8 plus 4 ب 12، 12 plus 12 يبقى هنا 24. طب عايز اجيب بعد كده البروبابيلتي للوايت، يبقى ايكوال نمبر الوايت على التوتال، تمام، او على نمبر الاس. نمبر الوايت عندي هنا مفيش وايت، انا عندي ريد وبلو وجرين، يبقى ده زيرو، يبقى 0 over 24 يبقى ايكوال 0. طيب بالنسبة للبروبابيلتي للبلو، البلو ب 4 يبقى 4 over 24 هتطلع 1 over 6. بالنسبة للنوت جرين، نوت جرين يعني بلو اند ريد، يبقى 4 plus 8، 4 plus 8 ب 12 يبقى equal 12 over 24 هتبقى equal half. طيب red or white، red or white، red or white يعني red مع الوايت، يعني red مع الوايت. طب الريد ب 8 والوايت مفيش وايت اصلا، مفيش وايت، هو مقاليش ان في وايت، يبقى red or white يبقى هناخد الريد اللي هو 8، يبقى 8 over 24 هتطلع 1 over 3. نروح بعد كده على number 25. بيقول لي if a card is randomly drawn from identical cards numbered from 10 to 19 and the number written on it is noted, find the probability of each of the following events. طيب انا عايز اجيب اول حاجه الاس عباره عن ايه؟ الاس عباره عن الارقام من اول 10 لحد 19، يعني 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طيب يبقى كده ال n of s بكام؟ يبقى كده ال n of s ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده معايا 10 numbers، معايا 10 ايه numbers. طيب بيقول لي انا عندي event A عبارة عن even number appeared، يبقى الرقم اللي هيظهر هيكون even. طيب كم رقم في even عندي هنا؟ ادي 10، ادي 1 2 3 4 5 اللي هما ال 10 وال 12 وال 14 وال 16 وال 18 اللي موجودين في تيبل 2. يبقى دي 1 2 3 4 5، يبقى الإجابة هتبقى بتاعتي 5 over التوتال، التوتال اللي هو ال 10 يبقى 5 over 10 اللي هي equal half، وممكن نكتبها 50% أو 0.5. طيب P a prime number appeared. مين البرايم نمبر عندي؟ ال 11 وال 13 وال 17 وال 19، يبقى دي 1 2 3 4، يبقى أنا عندي هنا 4 over 10 اللي هي equal 2 over 5 أو 0.4. طيب بالنسبة ل C a number greater than 10 appeared. مين اللي أكبر من 10؟ عندي 9 أرقام اللي هما من 11 لحد 19، من أول 11 ل 19، يبقى هنا 9 over 10 أو 0.9. نروح بعد كده على number 26. بيقول لي in an experiment where a fair die is rolled once find each of the following events. عايز هنا ال events، تمام. طب امال هو في السؤال اللي فات كان بيسأل عن مين؟ كان في السؤال اللي فات كان بيسأل عن ال probability، كان بيسأل عن مين؟ ال probability لل events دي. اما هنا في السؤال ده بيقول find each of the following events، هو عايز ال event بس مش عايز ال probability ليه، تمام. طيب في حالة الفير داي رولد وانس الاس من اول 1 لحد 6 دي خلاص محفوظة، تمام. طيب فانا عايز الايفنت A بكام؟ الايفنت A ان اللي هيظهر ايفن نمبر، مين الايفن نمبر؟ 2 4 6 بس كده. طيب عندي ايفنت B عبارة عن ال obtaining a number less than 3، مين اللي اصغر من 3؟ ال 1 وال 2، تمام. طيب event C obtaining a number greater than 6. طيب ما عنديش رقم اكبر من 6، يبقى في الحالة C هتبقى equal 5، يبقى حالة C هتكون ايه؟ 5. طيب number 27 when a third die is rolled once
and the number shown on the upper face is observed. Find the probability of each of the following events. طيب نفس probability اللي فاتت برضو الاس نفس الاس. عايز A هتجيب لها الايفنت. طب الايفنت ايه؟ عبارة عن مين؟ an odd prime number. odd prime number. طيب مين من ال 1 ل 6 odd وبرايم؟ من 1 ل 6 odd وبرايم معايا 3 ومعايا 5 بس. معايا 3 وايه و5، يبقى البروبابيلتي ليهم هو عددهم اوفر عدد الاس، يعني ايكوال 2 اوفر 6، وال 2 اوفر 6 بكام؟ ب 1 اوفر ايه؟ 1 اوفر 3. طيب نمبر 2 B is a event of obtaining a perfect square number. طيب مين من 1 ل 6 perfect square؟ ما عنديش الا الاثنين بس، ال 1 وال 4. عندي نمبر 1 ونمبر 4 بس، فيبقى برضو نفس الكلام ال 1 وال 4 البروبابيلتي ليهم هيكونوا عبارة عن ايه؟ عددهم اوفر عدد الاس، يعني ايكوال 2 اوفر عدد الاس ب 6، يبقى 2 اوفر 6 برضو هتطلع ب 1 اوفر 3. تمام. طيب بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. يا رب نكون استفدنا من الفيديو، وركز قوي على كل الافكار اللي جاية في الفيديو علشان ان شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. يا رب التوفيق لكل الطلاب والطالبات. اشوفكم على خير ان شاء الله السنة الجاية تكونوا في بريب 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.